تخيل معايا كده يا عزيزي المشاهد، تخيل شياطين من عالم آخر تغزو عالم البشر وانت ضعيف كحيان مش قادر تتصرف، وفجأة قوة ملعونة تسيطر عليك وترجعك لعالم البشر، ومن وقتها بيبدأ التحدي للتخلص من ملك الشياطين. فيا ترى اللي هيحصل مع بطلنا في حكاية النهاردة؟ انزل اتوقع لي في الكومنتات واشترك في القناة وفعل زر الجرس. والآن لنبدأ في سرد الحكاية. قبل 245 سنة من دلوقتي، فجأة سكان القرية بيلاحظوا بوابة غريبة ظهرت في قلب السماء، محدش فاهم ولا عارف هي منين ظهرت، وكل اللي نازل عليهم هي الصدمة والاستغراب من شكل الوحوش اللي بتخرج منها، وحوش شيطانية واللي هتعرف بعد كده بشياطين العالم الأرضي. طبعا سكان القرية والعالم كله ما كانش فاهم اللي حصل، ما عندهمش الوقت ولا القوة اللي يخلوهم يتصرفوا قصاد الشياطين المرعبة، وللسبب ده اتحد جميع محاربي السهول الوسطى كجسد واحد، وعلى طول توجهوا ناحية البوابة للتخلص منها. بس تفتكر ان هم هيقدروا يخلصوا على الشياطين ويمحوا البوابة من الوجود، ولا الشياطين هيكون ليها رأي تاني في الموضوع ده؟ وبالفعل يا صاحبي زي ما توقعت بالظبط، كل البشر اللي وصلوا عند البوابة ماتوا في ثواني معدودة. الشياطين خلصوا عليهم تماما وبيدوا حرفيا عن بقرة ابيهم، وبعد مرور سنة كاملة اتجمع مجموعة من البشر من تاني، وعلى طول بدأ يتوجهوا الى البوابة او الممر الى العالم الاخر، والذي يطلق عليه بوابة السماء. تحالفوا كلهم تحت اسم طائفة واحدة، وكل ده في محاولة منهم للتخلص من جميع الشياطين. وبالفعل بيبدأ القتال بيناتهم، الكل بيهجم على بعضه، بيحاولوا ان هم يدمروا كل الشياطين، ولكن دول اعدادهم مهولة بحجم لا يوصف، وفي اقل من نص شهر تم قتل 90% من جيش الاغضاع. دمرت ساحة المعركة في المريم دمار شامل، والمجموعة اللي اتبقت احياء من البشر دخلوا لعالم الشياطين كمجموعة من العبيد. وبطل قصتنا النهاردة كان واحد منهم، تم اسره هو كمان وانتقل لعالم الشياطين. وبعد مرور 5 أعوام استيقظ بطلنا من جديد، ولكنه ما كانش إنسان عادي، لأ، فهو ما كانش بيقدر يستخدم الفنون القتالية من ساعة ما اتولد، وللسبب ده تم تطويره بأجهزة ومعدات خارجية، وصنف كنوع نادر من الوحوش، وهو ده السبب الوحيد اللي خلاه ينجو ما يكونش طعم للبشر، وأصبح جزء من جيش إخضاع ملك الشياطين. وبعد الحادثة دي عدت سنين كتيرة جدا، فضلت قاتل وحارب مع جيش الشياطين، قتلت ناس كتير بعدد لا يحصى حرفيا، فضلت مستمر بالطريق ده لحد بعد 100 سنة، وكمان ما أصبحتش جندي عادي، لأ، وخلاص تم الاعتراف بمهاراتي وأصبحت نائب قائد الشياطين. أما بعد 120 سنة من تسليم الأوامر بدأت أعرف كل حاجة وأفهم الحقيقة، وبعد 65 سنة من فهم لكل حاجة بدأت الثورة اللي كنت بجهز لها من سنين كتيرة قوي. وبعد أسبوع واحد بس من بداية الثورة كل شيء اتدمر حرفيا، الدماء والجثث منتشرين في كل مكان، إلى أن وصلت إلى حاكم الشياطين نفسه. الثورة فشلت تماما، وملك الشياطين بيقف يستهزأ بيه، بيقول له انت محبط جدا يلا، فانت ضحيت بكل اللي عملته السنين اللي فاتت، وكل ده علشان ثورة ملهاش اي 60 لازمة. بيكمل معاه ملك الشياطين وبيقول له ايها النائب، لكن ده بيتعصب جدا، بيقول له ما تنادينيش تاني بهذا اللقب اللعين، اسمي هو سابي جانغ. الواد كده خلاص كره ملك الشياطين بالكامل، فهو عاوز ينتقم منهم على كل اللي حصل في العالم البشري، وللسبب ده بيقرر ينتقم منهم كلهم. بس ساعتها ملك الشياطين بيقاطعه، بيقول له انا مسكت كتير من البشر زي حالاتك، انت الوحيد اللي اعترفت بيك كبشري معايا في المملكه، وبرغم ان القدرات والمواهب اللي عندك كانت ضعيفه جدا، لكني برضه فضلت متمسك بيك، وصلتك لمراتب ما كنتش تحلم توصل لها ابدا. بس الشيء اللي انا ما اقدرش انكره لحد دلوقتي ان مهارتك في البقاء على قيد الحياه عاليه جدا، هي دي الحاجة الوحيدة اللي أنا بعترف بيها دلوقتي. أما بالنسبة للتصرف اللي أنت عملته والقيام بالثورة، هي أغبى حاجة حرفيا أنت عملتها يا بشري. ساعتها سابي بيقول له ده مش غباء ولا أي حاجة، فهو ده أصلا كان هدفي من بداية الموضوع، أنا لازم أتخلص منكم كلكم، وبرغم إن أنا فشلت المرة دي، لكن المرة الجاية بكل تأكيد هخلص عليكم وأقتلكم، أنا لازم أقتلك أنت ملك الشياطين، هدفي هو التخلص منك وأقتلك بإيديا دول. ساعتها ملك الشياطين بيضحك كده وبيقول له حلوة الجراءة مفيش كلام، بس بقى وريني هتنفذ خطتك ازاي، قول لي برضه انت هتعمل كده ازاي، هو انت مفكرني هسيبك تمشي من المكان؟ انا هقتلك وهخلص عليك بايديا دول. فبطلنا بيقول له هو انت فاكر ان انا هفضل قاعد مكاني كده؟ انا على كل حال مش هقاتل النهارده، بس عاوزك تكون في اتم الاستعداد الفتره اللي جايه، علشان بكل تاكيد هاجي وهخلص عليك بايديا. وفجاه الواد الطاقه بتنبعث منه، بيبدا يستخدم سحر العوده، طاقه ملعونه ودوائر سحريه بتظهر في قلب المكان، وهوب فجاه الواد بيضحك بابتسامه خبيثه وبيقول له في المره الجايه هحط خطه كويسه جدا
جدا علشان خاطر اخلص من كل الشياطين. كل الشياطين انا هخلص عليهم بايديا دول، انا لازم اقتلكم كلكم. ملك الشياطين هو كمان بيرد عليه بكل ثقه، بيقول له انا مستنيك في الوقت والميعاد، وبقى تعالى وهات اللي معاك وانا هخلص عليكم كلكم. وهوب فجاه الواد بيختفي من المكان كله، بيوصل للسهول الوسطى مريم، شعاع برق بيظهر في قلب السماء وبيضرب المكان، وبنشوف بطلنا مرمي على الارض ومش قادر يتحرك، وبيقول ان الوقت المتبقي حتى غزو الشياطين هو 10 سنين فقط. تاني يوم بقى في النهار بنشوف أكاديمية جبل هو، واللي بنعرف إن هي تابعة لتحالف الأرثوذكسي. بنشوف كمان العمال بيبدأوا يصلحوا السطح اللي اتدمر لما البرق نزل امبارح. الاتنين بيتكلموا مع بعض، بيقولوا الحمد لله إن هي جت على قد كده، كويس كمان إن الخاسر اللي ملهوش أي 30 لازمة ده هو الوحيد اللي اتصاب في الضربة اللي حصلت. وبسبب كلامهم ده يا صاحبي بنعرف إن كيم مكروه من الجميع، فبسبب إن هو ما بيقدرش يستخدم قوته الداخلية في القتال الكل بيكرهه، لأن احنا طبعا في عالم كله طاقة وقتالات، فلما ما يكونش عندك أي ذرة قوة فانت بتكون ملعون من الكل حرفيا. اما صاحبنا ده فبيكون مستغرب جدا، بيقول ازاي هو كحيان كده وبالرغم ده هو مشهور قوي. بس على كل حال انا اتمنى ان هو يموت في اسرع وقت ممكن. بعدها بنسيبهم وبنروح لحلبة القتال، بنشوف اتنين واقفين قصاد بعض وكل من في المكان مترقبين للمعركة اللي هتحصل، وبنعرف ان المعركة دي اللي هيقدر يكسب فيها هيحصل على وظيفة مساعد المدرب. كل الجنود وكل من في المكان بيكونوا فرحانين جدا، وبنشوف ان المقاتل الاول هو بطلنا سابي جانغ، وخصمه اللي واقف قدامه النهارده علشان ياخد اللقب هو الرمح المقدس الذي لا يقهر مانغ سندوك. ساعتها بنعرف ان ليه المعركه دي او المبارزه بدات اصلا، فكان في طلب متقدم قبل كده علشان نقدر نعرف قدرات مساعد المدرب الحالي، وهو ده السبب اللي خلى المعركه تكون موجوده بين الطرفين، واللي هيكسب هو اللي هيحصل على الوظيفه. الاتنين بيبداوا يستعدوا للمعركه. اللاعب سندوك هو كمان بيبدا يستفز في المقاتل صيب، بيقول له انت كحيان ومالكش اي 30 لازمه، فانت مش بتقدر تستخدم قدراتك الداخليه، بس برغم كده شكلك وهيئتك بيقولوا ان انت عندك حاجه ومخبيها. بس زي ما سمعت امبارح ان في صاعقه قدرت تضربك، وانا قلت ان انت هتاخد الموضوع ده حجه وتتجنب القتال معايا، بس الظاهر كده ان الثقه مقوياك حبتين يا عمنا، فاستعد للي هيحصل فيك النهارده، وما تقلقش برضه من اي حاجه، فانا هخلص عليك في رمشه عين. اما لو عاوز تريح نفسك من كل اللي هيحصل فالاحسن ليك ان انت تستسلم. ساعتها سايب بيبدا يرد عليه، بيقول له كان في مدرب في اكاديميه معينه لفنون القتال ما كانش بيقدر يستخدم الطاقه الداخليه اللي عنده برضه، وللاسف كل ده كان خارج عن الإرادة، لأن هو في الأساس ولد بتلك الصفة، ما كانش في إيده أي حاجة يعملها في الظروف اللي هو اتحط فيها، وكل اللي كان بيشوفه كان بيستخف بيه لأنه قوته حرفيا ضعيفة. سايب بيفضل مكمل كلام وإحنا مش فاهمين أي حاجة برضه لسه، وبيقول له في نهاية الأمر ساعتها الواد بيتعصب جدا، بيقول له إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده بالظبط؟ فالسايب بيقول له خلاص خلص الموضوع، أنا كنت مستني الفرصة دي من زمان قوي، أنا عاوزك تستعد دلوقتي علشان هدمرك حرفيا، يلا ابدأ القتال وواجهني. الواد بيتعصب أكتر وبيقول له أنت إزاي تتصرف وتتكلم معايا بالشكل ده؟ انا هخلص عليك دلوقتي، فانا كنت هسيبك ومش هخلص عليك، بس بعد الكلام اللي انت قلته ده انا مش هرحمك حرفيا، خلاص جه الوقت. بيبدا يستعد وبيحضر قوته في المكان، بيستخدم الشكل الاول لهجوم السور الضاري، بس انت تفتكر ان هو هيخلص عليه؟ ده فجاه الواد بيتفادى الهجوم بكل سلاسه، الواد مصدوم ومش فاهم ازاي ده حصل، هو ازاي قدر يتفادى الهجمه بالسهوله دي؟ بيجرب يهجم عليه تاني بالشكل الرابع من السور الهائج، بيحاول يستوعب ازاي هو تفادى الهجوم مره تانيه، فما حدش بيقدر يتفادى الهجوم ده مهما حصل. انا فضلت اتدرب عليه لعقود كامله علشان ما حدش يقدر يقف قصادي، لكن هو جه دلوقتي وفي ثواني معدوده قدر يتفادى كل الهجوم، لكن برغم كده انا مش هسيبه، لا بيبدا يستعد وبيهجم عليه بهيئه الشكل الرابع. الواد بيطير لفوق وخلاص نازل عليه بالضربه القاضيه، بس تفتكر ان سايب خلاص هيموت؟ ده بيفضل ثابت مكانه، شويه حركات بالرمح اللي معاه وبيبدا يتفادى الهجوم، مره واحده بيبدا يعمل شعله نار بايده، الواد حرفيا مصدوم ومش مصدق ازاي قدر يعمل كده اصلا، وبوم انفجار مدمر في قلب المكان بيحصل، كل اللي في المكان الصدمه والهلع مسيطرين على وشهم مش مصدقين ازاي ده حصل. وبعد الضربه القاضيه دي نقدر نقول ان المبارزه خلاص انتهت، والمنتصر هو سابي كانغ. في نفس الوقت بيفتكر كل اللي حصل معاه من ساعة ما دخل عالم الشياطين، وبيقول أنا تم جري لعالم الشياطين، قدرت أنجو بطريقة عجيبة لمدة قرون متتالية، وخلال المدة دي كلها عرفت حاجة مهمة جدا، إن السحر عالي المستوى محدش يقدر يميزه عن فنون القتال، وللسبب ده أنا قدرت أستخدمه دلوقتي يا ابن اللعيبة. بعدها بنشوف صندوق مرمي على الأرض ومش قادر يتحرك من اللي حصل فيه، عمنا سابي هو كمان عمال يتريق عليه وبيقول له يا راجل كنت طولت معايا شوية في المعركة، بس على العموم أنت كنت
خصم سهل جدا، اما كل اللي في المكان بقى مصدومين والخوف والهلع مسيطرين عليهم، مش مصدقين ازاي ده حصل. هو مش الشخص ده اصلا ما كانش عنده اي طاقه، ازاي بيقدر يعمل كده؟ حتى الحكام وكبار القاده اللي موجودين في المكان بيقولوا هو ايه اللي حصل بالظبط، هي القوه دي ظهرت منين بالظبط؟ كبير القاده بقى بيقول لهم خلاص خلص الموضوع، الفائز بالمعركه هو المعلم سابي جانغ، فهو طبعا اللي قدر يفوز بالمعركه وفاز في القتال النهارده. ساعتها كبير الحكم بيقول له انا عارف ان انت كسبت المعركه، بس انا مستغرب جدا، انا كنت مفكر ان انت مش هتقدر تستخدم الطاقه الداخليه. فسابي بيقول له فعلا، فكل اللي حصل معاه ده كان حظ بس مش اكتر. فبيرد عليه وبيقول له حظ ازاي يعني؟ فالباب بيرد عليه وبيقول له ان قبل شويه ايام انا كنت ماشي في الغابه كافي خيري شري، فجاه لقيت قدامي اعشاب غريبه المصدر وما اعرفهاش، ولما اكلتها فجاه لقيت نفسي حاسس بطاقه داخليه ملعونه حرفيا، ولحسن الحظ بقى عندي منها طاقه كبيره قوي. ساعتها واحد من اللي قاعدين بيتعصب جدا بيقول له انت ازاي تتكلم بالطريقه دي وتستهزأ بينا؟ هو انت فاكر كده ان انت هتضحك علينا فعلا؟ فالواد بكل برود بيقول له كل ده مش فارق معايا، عاوز تصدق صدق، مش عاوز تصدق ما تصدقش. فالحاكم بيتعصب كده وبيقول له بتقول ايه بالظبط؟ هو انت مستوعب لكلامك ده؟ فسابي بيقول له هو انت فاكر ان انا غشيت في المبارزه دي؟ فهي كانت معركه لمنصب تدريس فنون الرمح، وما فيش اي قاعده واضحه تخليك تستخدم الرمح. بس بيكمل كلام مع نفسه بيقول انا مش فاهم انا ليه بيتم استجوابي بالطريقه دي، ده انا كمان قدرت اكسب المعركه بشكل نزيه. الراجل بيفضل متعصب جدا لما بيشوفه بالبروده دي، وباقي الشيوخ بيقولوا له خلاص اهدى شويه، انت متوتر ومتعصب اكتر من اللازم. فبالفعل بيقول له انت عندك حق، وبيقولوا لسابي هو كمان انت كسبت المعركه فعلا، وبسبب كده احنا نلتزم بالكلام اللي احنا قلناه، وانت اللي هتكون نائب التدريس. فالواد هو كمان بيستغل الموقف وبيقول لهم بما ان انا كسبت في المعركه دي انا عندي طلب صغير جدا عاوز اطلبه. فكبير الشيوخ بيقول له طلب ايه اللي انت عاوزه بالظبط؟ فبيقول لهم انا بطلب دلوقتي رسميا ان انا ادخل اختبار للترقيه الى معلم رسمي. وبعد ما بيقول لهم كده بيبدا يتحرك من المكان كله، وكل ما بيقابل حد بيكونوا مستغربين جدا، هو ده نفس الشخص اللي كان في المعركه النهارده، هو اللي قدر يستخدم قوته بعد سنين من الاستهزاء بيه لعدم استخدام الطاقه الداخليه. بعد كده بنشوف بطلنا في اكاديميه نبع التنين، وبنعرف ان هي واحده من صالات التدريب القتاليه واللي تم انشائها تحت التحالف الارثوذكسي، وسبب الانشاء لمنع المعاناه في عالم الموريم، وهدفهم هو تخريج مقاتلين للانضمام للتحالف لحمايه العالم في المستقبل. وكمان دول بيستقبلوا اطفال تتراوح اعمارهم بين ال 15 وال 18 سنه من اي عشائر او اي طوائف ممكنه، المهم التدريب والقتال وتعلم الفنون القتاليه. واللي بيقوم بالدور ده طبعا هم كبار المعلمين، وبينقسموا الى معلمين مساعدين ومعلمين كبار، والمعلمين المساعدون اشبه بمساعدين اكتر منهم معلمين. ساعتها سابي بيكون وصل عند باب مقفول، ولما بيجرب يفتح الباب فجاه بيلاقي واحد بيكلمه بيقول له انت ازاي قدرت تعملها؟ ازاي فجاه كده قدرت تستخدم الطاقه الداخليه؟ ساعتها بنعرف ان هو ده ماستر جان بايك رئيس جناح الاستشفاء في اكاديميه نبع التنين، فهو كمان مش معلم، لا ده هو طبيب يعتني بالمرضى. في اللحظه دي سابي بيرد عليه وبيقول له انا قلت بالفعل ان هو كان حظ بس مش اكتر. فبايك بيتعصب عليه اكتر وبيقول له كل اللي انت بتقوله ده هراء ملهوش اي 60 لازمه، انت عارف ان انا عالجتك لوقت طويل جدا، ومن اليوم اللي انا عرفت ان انت مش هتقدر تستخدم الطاقه الداخليه اللي عندك جربت عليك كل التجارب العلاجيه علشان خاطر اخليك تستخدمها، ولكن لو هي حاجه قدرت تصلحها بالسهوله دي ده بيدل على حاجه واحده بس، ان انا طبيب ملهوش اي 60 لازمه في الحياه. بيبدا يعيط كمان وبيكون حزين جدا وبيقول له انا عارف قد ايه الكل كان بيكرهك، كمان بيفضل يتاسف له بيقول له انا اسف على كل حاجه عملتها معاك، اسف ان انا ما قدرتش اخليك تستخدم قوتك الداخليه في وقت من الاوقات. سابي في الوقت ده بيتكلم مع نفسه بيقول هيفضل زي ما هو الطبيب بايك، فهو ما اتغيرش ابدا طول المده دي كلها. وبنعرف ان قبل 15 سنه من دلوقتي ان الطبيب بايك هو اللي قدر يدخل وسط النار وانقذ طفل يحتضر، وكان هو برضه نفس الشخص اللي انتهى به الامر بفقدان حياته، وكل ده لان هو كان بيحاول ينقذ الناس من قلب النيران. لكن المره دي انا هكون حريص جدا ان هو مش هيموت ولا هيحصل له اي حاجه. بيبدا يمسك ايده وبيقول له خلاص مش لازم تلوم نفسك على كل حاجه حصلت، الاهم دلوقتي انا عاوزك تثق من نفسك ومن كل تصرفاتك، انا هحل كل المشاكل من الان فصاعد. بعدها بيجي الليل وسابي بيبدأ يتدرب مع نفسه بيخرج القوة الداخلية، وبيقول ان من ساعة ما رجعت بالزمن لورا قدرت افقد اكتر من 90% من قوتي، واقصى حاجة اقدر اجمعها دلوقتي هي الدائرة المربعة فقط لا غير. انا عارف ان كل اللي بيحصل معايا دلوقتي مخيب للامال حرفيا، بس برغم كده فانا فضلت قرون متكاملة علشان اقدر اوصل للدائرة الثامنة، بس برغم كل ده انا لسه عندي بعضا من الطاقة واللي هتخليني قادر على قتل كل الشياطين، فخلاص فانا قدرت ارجع بعد كل الاحداث اللي حصلت
حصلت معايا، فاللي انا فضلت فيه طول المدة اللي فاتت كان عبارة عن جحيم بس مش اكتر، والشياطين كمان لسه ما غزوش عالم البشر. ولكن الكلمة المفتاحية دلوقتي هي بعد 10 سنين بالظبط من دلوقتي هيبدأ الشياطين في غزو عالم البشر. الله، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ يعني كل اللي احنا شفناه ده كان في الماضي ولا كان في المستقبل ولا ايه الحكاية بالظبط؟ ولكن على اي حال احنا هنعرف كل حاجة دلوقتي. بعدها بيكمل كلام مع نفسه وبيقول لما يبدأ ينتهي عالم المورين مرة تانية هيكون الامر مختلف تماما، فانا لسه عندي بعض الذكريات من 300 سنة ومعلومات كمان عن نوع الشياطين زي انواع السحر اللي بيستخدموه والتحالف والاسلحة اللي جهزوها للغزو، كمان معرفة طريقة هزيمة جيش الشياطين وعلى رأسهم الملك. واثناء ما بيفكر سابي مع نفسه متحمس فجأة بيقطعوا رئيس الجناح، فسابي بيقول له انت ايه اللي جابك وعاوز ايه بالظبط؟ فساعتها رئيس الجناح بيقول له نائب مدير الاكاديمية تشيون بيدور عليك. فسابي بيقول له دلوقتي طيب هو عاوز ايه؟ فرئيس الجناح بيقول له مش عارف بالظبط، هو طلب مني ان انا اوصل لك رسالة معينة، بس انا برضو قلقان عليك قوي لان الظاهر كده الموضوع متعلق بالترقية اللي انت طلبتها النهارده، فالمفروض عليك ان انت تكون حذر في كل حاجة هتعملها، وانا متأكد كمان ان الاختبار هيكون صعب جدا، وبما ان المقاتل اللي هو وصى عليه النهارده خسر قصادك في المعركة فهو هيكون عاوز ينتقم منك. بس سيبك برضو من كل الكلام الفاضي ده يا سابي، انا عاوز اعرف انت ليه قررت دلوقتي بالتحديد ان انت تكون معلم اساسا؟ فالواد بابتسامة خبيثة كده بيضحك بيقول له هي دي الخطوة الاولى علشان خاطر اطور الاكاديمية. ساعتها بيلبس الهدوم بتاعته وبيبدأ يخرج لبره، بيتكلم مع نفسه وهو ماشي وبيقول منذ زمن بعيد كانت اكاديمية نبع التنين مشهورة جدا، كانت مصنفة من افضل 3 اكاديميات موجودة في العالم، ولكن من سنتين بالظبط اختفى مدير الاكاديمية مرة واحدة، فبرغم ان هو كان مصنف من اعظم المقاتلين في التاريخ بس ما حدش عارف هو اختفى مرة واحدة ازاي ولا ايه اللي حصل له، والاكاديمية كمان فضلت تبحث عنه لمدة سنتين كاملين. وبما ان صعب ان انت تستبدل واحد بقوته ومهاراته فاكاديمية نبع التنين فقدت شهرتها نتيجة لذلك. ساعتها سابي بيكون خلاص وصل عند نائب الرئيس بيقول له يا مرحب بيك انت المعلم المساعد سابي جانغ، انا عاوز دلوقتي اتاكد منك على حاجه مهمه. فنائب مدير الاكاديميه تشيون سييم بيقول له هو انت جد فعلا بخصوص طلبك للترقيه اللي انت طلبته النهارده؟ سابي ساعتها بيقول له فعلا انا اللي طلبت ده بكامل قوايا العقليه. سابي في الوقت ده بيبدا يفكر مع نفسه وبيقول ان النائب اللي قاعد قدامي دلوقتي هو السبب الرئيسي في تدمير اكاديميه نبع التنين، وبنعرف ان يوم غزو الشياطين العظيم المكان كله كان بيتدمر. سابي ساعتها كان منهار ومش مصدق اللي بيحصل قدام عيونه، اتفتحت شقوق من جميع الجهات في السماء والشياطين بتخرج بطريقه لا نهائيه، ويا ريتها بتقف لحد هنا وبس، دول بيقتلوا في كل البشر اللي قدامهم مش راحمين اي حد. وساعتها بيتاكد ان دي كانت بدايه غزو الكائنات من العالم الاخر والتي اطلقنا عليها عرق الشياطين. اما تلاميذ اكاديميه نبع التنين الشباب تم قتلهم بطريقه وحشيه على ايد الشياطين. وفي اليوم المشؤوم ده شفت المعلم تشيون بيهرب هو وباقي كبار الحكام، جمعوا الفلوس والذهب وكل حاجه في المكان، هربوا وسابوا الاكاديميه تولع باللي فيها. انا مش فاهم ازاي هم عملوا كده اصلا، ولو فضل النائب موجود في المكان هو واللي معاه وفعل نظام الدفاع اكيد اليوم كان هيعدي بكل سهوله، بس هو هرب وساب الدنيا تضرب تقلب. انا لسه فاكر كل حاجه كانها حصلت قدام عينيا امبارح، مش قادر اشيل اصوات الناس اللي كانت بتصرخ والطلاب اللي في المكان، ولكن كل ده ما حصلش لسه، فهو كان في المستقبل بس مش اكتر. لكن برغم كل ده انا عمري ما هنسى اللي حصل في اليوم المشؤوم ده. سابي بيبدا يتجاهل كل حاجه حصلت وبيقول انا عرفت ان انت طلبتني يا نائب المدير، فده بيقول له بالفعل فانا هعرفك عن الاختبار لتكون معلما كبيرا، والاختبار هو مهاجمه معقل ليله الشياطين. فالواد بيستغرب كده بيقول له معقل ليله الشياطين؟ هو انت قصدك قطاع الطرق في الجبل اللي ورانا في المكان؟ فنائب الاكاديميه بيقول له بالفعل هو ده الاختبار، انا عاوزك تروح لهناك وتقتلهم وتخلص عليهم كلهم. وبنعرف ان معقل ليله الشياطين ده هم مجموعه من قطاع الطرق وسكنهم الحالي هو الجبل المقدس القديم واللي قريب جدا من اكاديميه نبع التنين، وبسبب التقارير الكتيره عنهم اليومين دول ان هم بيعملوا اضرار كتير في المكان صدر امر طارئ ان لازم يتم التخلص منهم جميعا، وده علشان يتم حمايه المدنيين واهل القريه بالكامل. سابي بيسمع الكلام وبيقول له خلاص تمام قشطه، بس برضه انا عندي سؤال صغير، هو كل ده ايه علاقته بان انا طلبت ان انا اكون معلم؟ فنائب مدير الاكاديميه بيقول له بالطبع، نائب الرئيس بيقول له بالطبع، فكل ده يتعلق بابسط متطلبات المعلم، وبيقول له جميع المعلمين الكبار في الاكاديميه بيعتبرون اسيادا في الفنون القتاليه، وبنعرف ان ده معلم تقنيه السيف الكبير سيف البرق تشيون سيم يونغ نائب الرئيس، ومنهم معلم تقنيات السيف الكبير سيف النمر الطاغي والذي يدعى ديونغ بو، وكلهم معترف بهم رسميا من قبل التحالف، ومنهم معلمين تقنيه الرمايه وكلهم حققوا انجازات عظيمه مثل التخلص على قائد فنون الشياطين الشريره
او القضاء على قطاع الطرق. فالسابي بيسيبهم ويمشي، بيقول لهم خلاص خلاص انا فهمت كل حاجه، بس عرفوني انا هيكون قدامي وقت قد ايه علشان اخلص المهمه دي. نائب الرئيس بيبدا يتعصب اكتر، بيقول له انت شخص مغرور، ازاي تتصرف بالوقاحه بتاعتك دي؟ واحد منهم بيقول لهم خلاص خلاص سيبوه، انت قدامك اسبوعين بالظبط لازم انت تخلص المهمه خلالهم، ولو اتاخرت اليوم واحد هتفقد فرصتك في الترقيه الى ما لا نهايه. فالواد بيضحك كده وبيقول لهم اسبوعين خلاص اتفقنا، بس انا احب اقول لكم ان انا هرجع بعد 3 ايام بس. بيعصبهم ويخليهم يتجنوا اكتر واكتر من الاول. واحد من اللي موجودين بيتكلم بصوت عالي بيقول لنائب الاكاديميه هو انت فعلا هتسيب المغرور ده ينفذ المهمه؟ هتسيبه يترقى لرتبه معلم؟ فبيقول له سيبه سيبه، انا واثق ان هو مش هيقدر ينجح في المهمه دي، انا مش عايزك تكون قلقان من اي حاجه ايها المعلم ديونغ. فالمعلم المسكين الصغير سابي مش هيرجع من هناك مهما يعمل. فبيستغربوا كده وبيقولوا له مش هيرجع؟ هو انت تقصد ايه بالكلام ده؟ اما على الجانب الاخر سابي بيجري بكل سرعته متوجه لمكان الجبل علشان يخلص على قطاع الطرق. بيتكلم مع نفسه بيقول تشيون سيم انا عارف ان انت واخد كداب مالكش اي 60 لازمه، بس انا عاوزك تكون حاطط في حسبانك ان انت عمرك ما هتقدر تتخلص مني ابدا. وفي خلال الوقت ده بيقدر يوصل لمعقل ليله الشياطين. بيعرفنا كمان ان الفتره اللي هو فيها دلوقتي هي الفتره اللي اشتهر فيها تحالف الغابه الخضراء بالشهره، والناس طبعا ما كانوش يعرفوا عنهم كل حاجه، وحاليا هم مش منظمه كبيره، هو لكن الحقيقه هو سيد فنون قتاليه من اعلى المستويات، سيد معقل ليله الشياطين والذي يلقب بالشيطان اغوغو. فهو مش مجرد قائد عصابه عاديه، ده حتى كبار القاده اللي موجودين في التحالف بيقولوا ان هو كان قائد لطائفه تانية تدعى بتحطيم السماء، والناس بتقول ان قبل سنين بعيده تم قتله على يد بعض الخونه، لكنه في نهايه الامر قدر ينقذ نفسه من كل اللي حصل، وبسبب وحشيه انتقامه حتى المريم غير الارثوذكسي وضع مكافاه كبيره جدا اللي يقدر يخلص عليه، وفضل مختفي فتره كبيره جدا من الزمن لكنه رجع مره تانية. فالتاني بيرد عليه وبيقول له بس المهم دلوقتي هو انت ازاي عرفت كل حاجه بالطريقه دي؟ فنائب الرئيس بيقول له وانت ليه مهتم يعني؟ كبر دماغك من كل حاجه، الاهم دلوقتي هو ازاي سابي هيقدر ينقذ نفسه. فزي ما احنا شفنا هو قدر يستخدم قدراته الداخليه في نهايه المعركه اللي فاتت، فانا متوقع ان هو كان بيخفي القدرات والمهارات اللي عنده، لكن الاختبار اللي هو داخله دلوقتي هو عمره ما هيكون زي الاختبار التاني ابدا، فهي مبارزه حقيقيه من اعلى المستويات، وانا متاكد ان هو مش هيرجع على قيد الحياه. اما في الوقت ده سابي بيبدا يستخدم كل سرعته علشان يوصل لمعقل الشياطين، وبيقول خلاص انا افتكرت كل حاجه، افتكرت كمان القائد اغو، انا مش هقدر اعمل قصاده اي حاجه بالدائره الرابعه، فكل ده مش هيكون كافي علشان خاطر اقدر اهزمه، بس برضه الحل بسيط جدا. وقبل ما يكمل كلام فجاه بيلاقي حد بينادي عليه وبيقول له انا موجود هنتي. بيبدا ينزل لتحت وهو لسه بيكمل كلام مع نفسه، وبيقول الحل بسيط جدا، انا هزود قوه المانا عندي وهبدا ارفع نفسي في الدوائر واحده واحده، وبسبب خبرتي ومعرفتي بالسحر هقدر اوصل الى الدائره التامنه بعد كل شيء. في نفس اللحظه بقى بيستخدم عيون البحث، بيكتشف ان في حاجز موجود في المكان، بيقول هو مش باين عليه ان هو جرف او حاجه زي كده، لكن هو في الحقيقه حاجز قوي مصنوع من قوه المانا، وبسبب كده اقدر اقول ان انا موجود في المكان الصح. بيبدا يدخل للمكان، بيقول انا ما كنتش متخيل ابدا، ما كنتش متخيل ان في اماكن متعدده زي كده في السهول الوسطى. واول ما بيدخل للمكان بيلاقي حجر مانا ضخم جدا موجود، وبيقول انا كنت عارف ان انا هلاقي حجر مانا من الدرجه الخاصه موجود في المكان. فالشياطين كائنات ذكيه من عالم اخر بتغزو وبتسيطر على ابعاد اخرى بشكل متكرر، وكل ده اصبح ممكن بسبب تقنيه السفر بين الابعاد. ولكن برغم كل ده ففي عيب قاتل واحد بس في عمليه المرور عبر بوابه الابعاد، الوقت المستغرق للكائن الحي بيختلف كتير جدا عن الكائنات الغير حيه، وحتى الشياطين ما قدروش يصلحوا المشكله دي. وفي نهايه الامر هو ده الحل اللي قدر يوصلوا له. فمن الاساس العوالم اللي هم خططوا علشان خاطر يغزوها زرعوا كل المعدات اللي يحتاجوها نتيجه سفرهم للمستقبل، وحجر المانا اللي موجود دلوقتي هو مصدر قوتهم، فهو بشكل مستمر عامل زي البطاريه كده وبيعيد شحن طاقتهم الداخليه. ولكن برغم كل ده فهو عديم الفايده لشخص من السهول الوسطى، وده لان هم مش هيقدروا يستخدموا حجر المانا او قوه المانا. سابي ساعتها بيحاول يمسك حجر المانا علشان خاطر يوقف قوته، بس فجاه قوه وشعاع كبير جدا بيخرج في المكان بيدمره. وبنشوف كمان ان قطاع الطرق بدأوا يظهروا في المكان واحد تلو الاخر، وبيقولوا لسيد المعقل هو انت مش ملاحظ ان في حاجه غير طبيعيه بتحصل في المكان؟ بس القائد كده بكل عصبيه بيقول له انت بتقول ايه بالظبط؟ هو انت فاكر ان انا ارتكبت خطا؟ الواد بيقول له لا 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 انا ما قلتش اي حاجه وما اقصدش. فالقائد بعيون حمراء وشريره بيقول له اسكت خالص، انا عاوزك تبحث وانت ساكت وما اسمعش منك ولا كلمه، انا حسيت بانفجار الطاقه في المكان. بس بيقطعوا في اللحظه دي بطلنا سابي بيقول له ان الخاسرين اللي زيك مش هيعرفوا اي حاجه ابدا، وكمان انا عرفت ان انت فعلا سيد فنون قتاليه من اعلى المستويات، كنت واثق من قوتك يا سيد معقل ليله الشياطين. فالراجل بيبص له كده وبيقول له هو انت مين بالظبط؟ سابي بيقول له انا معلم من اكاديميه نبع التنين.
قطاع الطرق الباقيين اول ما بيسمعوا كده بيكونوا مصدومين ومش مصدقين اصلا، بيقولوا من اكاديميه نبع التنين طيب هو ايه اللي جابه هنا دي؟ بس القائد اول ما بيسمع كلامهم ده بيقول لهم اسكتوا خالص. بيبدا يتكلم مع ساب وبيقولوا لو دي حقيقه فعلا فده بيدل ان انت السبب في انفجار الطاقه العظيم اللي حصل دلوقتي. فالواد بيضحك كده وبيقول له لو كنت السبب فعلا هتعمل ايه برضه؟ فجاه انفجار قوي جدا بيحصل في المكان والقائد بيسحب سيفه وبيقول له بكل تاكيد هخلص عليك وهقتلك. بس سابي مش بيستنى كلام اكتر من كده، بيبدا يهجم عليه بكل قوته. القائد بيصد الهجوم على اخر ثانيه. بس تفتكر ان هو هيقف لحد هنا؟ لا والله، ده بيبدا يقتل في كل قطاع الطرق اللي موجودين في المكان وبيقول للقائد خلاص الدور جاي عليك علشان خاطر اقتلك انت كمان. القائد واقف مصدوم ومش مصدق عيونه، بيقرر يهجم عليه ويخلص عليه قبل ما يموته. لكن بطلنا سابي بيصد الهجوم ولا كأن اي حاجه حصلت، بيضحك وبيفضل يستفز فيه بالكلام. القائد بيقول له هو انت مين بالظبط؟ عاوز ايه وايه اللي جابك لحد هنا دلوقتي؟ والاتنين مش رايحين بعض وهجمات متتاليه كسح ومسح والمكان قرب يتدمر بيهم هما الاتنين. سابي بيرد عليه وبيقول له هو انا مش قلت لك قبل كده انا معلم في اكاديميه نبع التنين؟ بس القائد بيرد عليه وبيقول له لا مستحيل، انا مش مصدق ان انت واحد منهم ابدا. وبيفكر مع نفسه كمان وبيقول ان الواقع اللي قدامي دلوقتي حالا مش باين عليه ان هو بيعاني قدام القتال معايا، الظاهر كده ان في حاجه غلط بتحصل. وعلى طول بيبدا يجهز كل قوته للتخلص من سابي، بيصرخ باعلى صوته والمكان بيبدا ينهار. بيقول لسابي ازاي خليتني اقدر اوصل استخدم القوه دي دلوقتي حالا عليك؟ فانت مش عارف انا قدرت اجمع القوه دي ازاي اصلا؟ فبعد ما الخونه رموني من اعلى الجبل انا قدرت اجمع كل القوه دي من خلال الخوف. الانتقام هو السبب الرئيسي اللي خلاني اكون قوي بالطريقه دي. سابي بيرد عليه وبيقول له مين يهتم يعني، مش فارق معايا انت جمعت قوتك ازاي. القائد بيتصدم اكتر، بيقول له ايه انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ سابي ده والله العظيم عنده حق، هو انت لسه هتحكي له قصه حياتك كمان؟ المهم سابي بيكمل كلامه بيقول له انا مش مهتم باي حاجه حصلت معاك في الماضي، فانت شرير عديم الفائده. في نفس الوقت اللي بيتكلم فيه بيبدا يستخدم موجه من الجليد بيثبته في الارض ومخليه مش عارف يتحرك. لا وكمان ده بيخرج النجمه التامنه في المكان. القائد مصدوم من مقدار القوه اللي شايفها قدامه، الدوائر بيبدا يخرج منها سلاسل من كل مكان بيثبته في المكان وخلاص بيستعد علشان خاطر يموته. الواد بيكمل وبيقول له خلاص نهايتك قربت، انت مالكش اي 30 لازمه في الحياه من الاساس، ومهما حاولت النجمه التامنه دي مش هتقدر تعمل معاها اي حاجه، فهي صنعت خصيصا للتخلص من ممارس الفنون القتاليه. يا ابن اللعيبه، يعني كده خلاص نقدر نقول على قائد معقل الشياطين ان هو انتهى من الوجود. بس قبل ما يخلص عليه نهائيا القائد بيقول له انت غريب يا اخي، ازاي قدرت تستخدم الشعوذه دي كلها؟ الظاهر كده ان هي كانت من طائفه الشياطين. فالواد بيرد عليه وبيقول له انا قلت سحر ومش شعوذه، بس كل ده مش مهم برضه، انا ما كنتش متوقع ان غبي زيك يفكر بالطريقه دي. فالقائد بيتعصب اكتر وبيقول له ايها اللعين، انا مش مصدق ان انا هموت في مكان زي ده دلوقتي. فسابي بيقول له بتقول ايه بالظبط؟ هو انت ما زلت ندمان على كل حاجه حصلت؟ القائد بيرد عليه وبيقول له بالتاكيد لا، انا لسه برضه عاوز احصل على انتقامي، وبالاخص من الخونه في طائفه ممر السماء، والسبب اللي خلاني افضل محبوس في الجبل علشان خاطر استعيد كل قوتي، كل ده في سبيل ان انا احصل على انتقامي. سابي بيقول له قد اصبح كذلك، وبيبدا يضحك وبيقول له انت عاجبني جدا على فكره، العزيمه اللي عندك دي انا ما شفتهاش عند اي حد قبل كده. الانتقام فعلا لازم يكون بالطريقه اللي انت بتقول بيها دي، ببطء وحذر ودون استسلام. فالقائد بيتعصب من طريقه السخريه اللي بيتكلم بيها، بيحس ان هو بيستهزأ بيه فعلا، وبيقول له ازاي انت تحس او تعرف حاجه زي كده؟ انت مجرد صبي كحيان نشأ في سلام بكل اريحيه. سابي بيقول له باريحيه؟ هو باين عليا قوي للدرجه دي؟ الواد وشه بيتغير 180 درجه حرفيا. والقائد بيقول له ايه ده؟ فجاه بيمد ايده على راسه وبيمسكها بكل قوته، بيقول له خلاص انا هخليك تشوف كل العناء والعذاب اللي انا شفته طول السنين اللي فاتت. بعدها بنشوف القائد مرعوب جدا، وده لان سابي قدر ينقل له جميع الذكريات، كل حاجه شافها في عالم الشياطين قدر ينقلها له لداخل عقله. وبالفعل القائد بيشوف كل الشياطين والبوابه اللي ظهرت، بيقول هو ايه اللي بيحصل بالظبط وازاي الشياطين دي وصلت لعالم البشر. ده غير كده وكمان بيشوف البشر اللي تم اسرهم في عالم الشياطين، التجارب اللا انسانيه اللي قدروا يعملوها عليهم. وفوق كل ده ملك الشياطين بنفسه بيظهر، قائد معقل الليل مش بيقدر يستحمل اكتر من كده، بيصرخ باعلى صوته بيقول هو في ايه بالظبط؟ ازاي كل ده دخل لدماغي؟ وسابي هو كمان بيبدا يتكلم، بيقول له انت شايف ايه دلوقتي؟ عاجبك الوضع واللي حصل في عالم البشر؟ ولكن ساعتها القائد بيقع في الارض، بيكون منهار بسبب اللي حصل في عالم البشر من الشياطين. بيفضل يترجى في سابي، بيقول له اقتلني وخلص عليا، فانا مش هستحمل اشوف العذاب ده في ارض الواقع، يلا ارجوك دلوقتي خلص عليا واقتلني. وبالفعل سابي بيبدا يجهز علشان خاطر يخلص عليه، بيمسك السيف وبوم ضربه قويه جدا بتفصل راسه عن جسمه. وبعد ما
بيخلص باب بيرجع لقصر نبع التنين، واول ما بيدخل للمكان نائب الرئيس بيكون مصدوم جدا، فهو مش مصدق ان سابي قدر يخلص على اجغو واللي كان يصنف ان هو من اقوى المقاتلين في العالم. بيقول له انت عملتها ازاي قدرت تقتله وتخلص عليه بالسهوله دي؟ فالواد بكل ثقه كده وبيقول له ايه رايك، انا كنت عارف ان انت مش هتصدقني لو جبت لك السيف، علشان خاطر كده فصلت راسه عن جسمه وجبتها لك معايا، بس الاهم دلوقتي انا عاوز اعرف لو كده خلاص تم اعتمادي كمعلم رسمي في جناح نبع التنين. وتاني يوم بقى بنروح للاجتماع مع نائب الرئيس وباقي كبار الحكام، مش مصدقين كل اللي حصل، وبيقولوا ان سابي ده كان مجرد مساعد معلم وفي خلال وقت قصير بس قدر يكون معلم رسميا. انا مش فاهم ازاي قدر يعمل اصلا كده ويوصل للمرحله دي. فمعلم الرمايه امبيوك بيبدا يتكلم هو كمان، بيسال نائب الرئيس وبيقول له هو ازاي قدر يخلص على قائد قطاع الطرق. فالقائد اخو كان مصنف من اقوى المقاتلين زي ما احنا عارفين. فالقائد بيقول له بالفعل انا ما كنتش مصدق اي حاجه هو قالها، وعلشان كده رحت لمكان الجريمه اللي حصلت، واول ما وصلت لهناك شفت الجثث بتاع قطاع الطرق مرميه في كل حته، ولكن الغريب في الموضوع ان هو قدر يخلص عليهم كلهم بضربه واحده بس. فازاي اصلا هو قدر يعمل كده؟ فهو في الاساس كان معلم رماح. فالمعلم ديونج بيقول له هو انت متاكد من كل كلامك ده؟ انت كده قصدك ان هو كان بيخفي كل مهاراته الداخليه وكمان مهارته في السيف؟ الظاهر كده ان في ملعوب احنا لسه مش عارفينه، وكل من في المكان بيختلفوا على حجم القوه اللي عند سابي دلوقتي. ولما صوتهم بيبدا يعلى واحد ورا التاني نائب الرئيس بيبدا يتكلم، بيقول لهم خلاص خلص الموضوع، ويبدا كمان يفكر مع نفسه في الموضوع اللي حصل، بيقول ان دي حاجه مستحيل العقل يصدقها من الاساس. فالقائد اجغو كان من المستويات الرفيعه في المعارك والقتالات، وانا بنفسي شفت مهاراته وقوته في المعارك، ده غير كده وكمان هو سلم نفسه الى تحالف الارثوذكسي. ودلوقتي في خلال نص يوم واحد بس الاقي واحد ملهوش اي 30 لازمه زي سابي بيقدر يخلص عليه ويقتله، ومش لوحده كمان، ده قتل معاه كمان كل اتباعه. فكل اللي حصل ده مستحيل يكون اللي عمله سابي لوحدي، اكيد في حد تاني ساعده واحنا لسه ما نعرفش هو مين. وعلشان خاطر كده انا هبدا تحقيقات في كل الاحداث اللي حصلت. وبيبدا يسال واحد من اللي موجودين، بيقول له انت لسه عندك تواصل مع وحده ظل الاشباح؟ فبيقول له ايوه. هو انت بتفكر في ايه بالظبط؟ ولو بتسال مين هم وحده ظل الاشباح يا صديقي، احب اعرفك ان هم من اقوى منظمات الاستخبارات في عالم الموريم، فهم عباره عن جماعه سيئه السمعه بيقدروا ينفذوا اي مهمه طالما خلاص هتدفع لهم فلوس. فنائب الرئيس بيبدا يتكلم وبيقول له لازم أن تتواصل معاهم، امرهم يبداوا تحقيق على طول في جميع المعلومات والتحركات المتعلقه بسابي. اما باقي المعلمين اللي في المكان بيسالوا نائب الرئيس وبيقولوا له هو انت ناوي فعلا تعينه كمعلم رسمي؟ فده بيقول لهم ما تقلقوش من اي حاجه، انا عندي خطه كويسه قوي ما تخرش الميه. وبيبدا يديهم اللفافه اللي فيها الاوامر، وبيكون موجود فيها قائمه بكل المهمات اللي سابي المفروض ينفذها. والواد اول ما بيشوفها بياخد صدمه عمره، بيقول له زي ما توقعت منك بالظبط يا سيدي، انا كنت متاكد ان انت هيكون عندك خطه لكل حاجه هتحصل. فنائب الرئيس بياخد ثقه في نفسه كده وبيقول له اكيد يعني. بيكملوا بيقولوا له بالفعل يا نائب الرئيس، فهو شخص كحيان ملهوش اي 60 لازمه، وبسبب الضغط وكتر المهمات اللي هنعملها عليه ممكن يسيب منصب المعلم نهائيا. فنائب الرئيس بيقول لهم بالظبط انتوا كده فهمتوا كل حاجه. وعلى الجانب الآخر بنشوف سابي بيكون واقف ومعاه نفس اللفافة، بيعرف كل المهمات وكل حاجة وصلت له هو كمان. وعلى عكس المتوقع من سابي فهو ما كانش متضايق ولا أي حاجة حصلت معاه بسبب المهمات اللي قدر يحصل عليها، فكل ده بالنسبة له حاجة تافهة ملهاش أي 60 لازمة. بيبدأ يفكر كمان مع نفسه وبيقول إن العجائز اللي موجودين في الحكم حاليا مفكرين نفسهم أذكى منه وهيقدروا يطلعوني من منصب المعلم، بس دول أصلا ما يعرفوش اللي فيها من الأساس. أنا ناوي أخلص عليهم كلهم وأمحيهم من الوجود. فاليوم اللي انا عرفت فيه ان عنده قوه العوده بالزمن فكرت في مئات من الالاف والاحتمالات ايه اللي المفروض اعمله بالظبط للاستعداد لغزو الشياطين لعالم البشر. فالعدو هو جيش ضخم جدا قدر يحتل ابعاد لا حصر لها، وفي النهايه في حدود ما اقدرش اعديها بسبب قوتي الخاصه، والطريقه الوحيده علشان اقدر اتصدى لكل ده هي تجهيز جيش لمحاربه جيش الشياطين. ولكنه مش هيكون جيش عادي من مغامرين، ده لازم يكون جيش متدرب بالكامل، نخبه مجهزه بكل انواع السحر او فنون القتال والمعارك الاستراتيجيه. ومن بين طلاب السنه الاولى في جناح ينابع التنين كان في مجموعه من الطلاب اطلق عليهم المشاكلون، بس برغم اللقب اللي اطلق عليهم ده فمهاراتهم في القتال كانت مذهله حرفيا، وبسبب شخصيتهم المنحرفه ودعم عائلتهم ما كانش في اي حد بيقدر يلمسهم ولا يهتم لامرهم او اي حاجه بيعملوها. وعلشان كده نائب الرئيس وجميع الحكام خلى سابي يتولى مهمه تدريب هؤلاء الاطفال. وعلى غير المتوقع واللي محدش يقدر يتخيله، اثناء غزو الشياطين لعالم البشر كان موجود بطلين قدروا يثبتوا نفسهم
عليهم قدام الكل. واحد منهم كان سيد مطلق، قدر يوصل في اواخر سن العشرينات الى مستوى عالم التحول، وقدر يقود تحالف مقاومة الشياطين، وده بعد ما وحد الناجين من تحالف الأورثوذكس ويضيف عليهم كمان الفصيل المظلم. والأمل الأخير لعالم الموريم زعيم التحالف السيف السماوي. أما الشخص الثاني قدر يشكل وحدة حرب عصابات متخصصة في الاستطلاع والاغتيال وتحرك كالشبح، وقدر لوحده يقتل أكبر عدد ممكن من الشياطين. زيد على كده إن هو كان عبقري في الرماية. أيوة يا صاحبي، هو الرامي السماوي قاتل الشياطين. في الوقت ده سابي بيرحب بيهم كلهم، بيقول أنا تشرفت بيكم، ومن النهاردة أنا هكون المعلم الخاص بيكم. بعدها بنرجع من تاني لنبع التنين، بنشوف 2 من الطلاب بيضربوا في بعض بكل قوتهم. الواد بيديله ضربه في نص بطنه وخلاص هتخلص عليه وتقتله. الواد هو كمان بيقع في الارض ومش قادر يتحرك من مكانه. اما الواقف ده وعامل زي الجحش حرفيا، بيقول له التدريبات على الفنون الخارجيه لسه ما خلصتش، يلا قوم اقف على رجليك من تاني علشان نكمل المعركه. وبنعرف ان الواقف ده طالب من السنه الاولى، وهو الابن الثاني لوكاله مرافقه التنين والنمر، ويدعى غوج بيوك. الواد اللي واقع في الارض بيفضل يترجى فيه، بيقول له خلاص كفايه كده، انا تعبان ومش قادر اكمل تاني. وساعتها بنعرف ان اللي مرمي في الارض ده تابع برضه لاكاديميه ينبوع التنين، وكمان في الصف الاول. ايه ده، شفت فرق الاحجام؟ المهم بقى بنعرف ان الشخص ده هو الابن الاكبر لعشيره السيف ذو النجمه الواحده، ويدعى تان لي جونغ. بيوك ساعتها بيبدا يتكلم بكل عصبيه، بيقول له انت مالك كده؟ انت كده هتخلي الناس تحس ان انا بتنمر عليك، انت لازم تكون ممتن لكل اللي انا بعلمه لك دلوقتي، فانا شايف ان اسلوبك في الضرب حاجه ضعيفه قوي، انا الغلطان يعني ان انا بدربك وبطور من قوتك القتاليه. فتان بيرد عليه وبيقول له انا ماليش ذنب لكل ده، فاسلوب المبارزه ده اللي انا اتعلمته عن عشيره السيف ذو النجمه الواحده. فبيوك بيضحك كده بكل استهزاء، بيقول له عشيره السيف ذو النجمه الواحده ده حتى الفنون القتاليه التافهه اللي هم كانوا بيعلمها لك انت ما قدرتش تستخدمها بشكل صحيح قدامي في المعركه. هو انت متاكد ان انت عاوز تفضل مستمر في المعارك اللي ملهاش اي 60 لازمه دي؟ الواد بيكون مرمي على الارض ومصدوم ومتعصب في نفس ذات اللحظه، بقبضه ايده بيبدا يضرب في الارض بكل قوته. بيوك هو كمان بيحاول يوقفه، بيقول له هو انت بتعمل ايه بالظبط؟ هو انت فاكر ان انت لما تعمل كده هسيبك؟ يلا قوم اقف زي الرجال وقاتلني. لكن ساعتها بيدخل عليهم واحد وبيوقف بيوك، بيقول له خلاص كفايه لحد كده، ففتره الامتحانات خلاص هتبدا قريب، علشان كده وقف اثاره الفوضى في كل مكان. وبنعرف ان الشخص ده هو كمان من السنه الاولى، وهو الابن الثاني لعشيره السيف المدمر عشيره يون، ويدعى يون ووك. بيوك ساعتها بيقول له خلاص تمام قشطه انا اقتنعت، وبيقول لتاني وهو مرمي على الارض اعتبر نفسك محظوظ، فلولا يون دخل المكان وقدر يوقفني انا ما كنتش هسمع عليك حرفيا. دام بيبص ليون ومش بيقدر حتى يشكره ولا اي حاجه على اللي عمله معاه النهارده. ويون ساعتها بيبدا يتحرك من المكان هو كمان، ولكن قبل ما يخرج اي حد فجاه بيدخل عليهم واحد ومعاه رساله جديده، بيقول لهم انتوا الثلاثه جاي لكم رساله من نائب الرئيس، وبيقول لكم فيها ان انتوا خلاص مش هتكونوا موجودين في فصل الكاميليا من دلوقتي، وهيتم نقلكم لفصل جديد تم انشاؤه. العيال طبعا بيكونوا مصدومين ومستغربين في نفس الوقت، اللي هو ازاي يعني يحصل معانا كده؟ وهو ده اللي حصل من شويه يا صاحبي. اما في الوقت الحالي بنشوف سابي واقف وبيرحب بجميع الطلاب اللي وصلوا، بس دول باين عليهم ان هم مش مبسوطين متعصبين وبيقولوا ازاي يتم نقلنا من الفصل بتاعنا. بيوك هو كمان بيجي في المكان بيبدا يزعق باعلى صوته وبيقول مش كفايه ان احنا نتنقل من الفصل بتاعنا لفصل جديد، لا وكمان جايبين لتدريبنا المعلم الفاشل التافه اللي ملهوش اي لازمه ده. هو انت فاكر ان احنا هنطيع الاوامر التافهه بتاعتك دي؟ في اللحظه دي سابي بيبدا يتكلم، بيقول له اسلوبك في الكلام مع المدرب الرئيسي حاجه مش محترمه، ولو فضلت تتكلم بالطريقه دي انا هعاقبك وهخليك تترفد من المدرسه كلها. فبيك بيتعصب اكتر، بيقول في نفسه سحقا ما هذا، هو انت فاكر ان انا ههتم باي كلمه قلتها دلوقتي؟ فانا ما عنديش نيه للتعلم من شخص ما كانش بيقدر يستخدم قوه الفنون الداخليه اللي عنده. بس واثناء ما بيتكلم كده وبان عليه ان هو متعصب، سابي بيبدا يبتسم ابتسامه خبيثه وبيبدا يستخدم قوانين السحر، الماده الثالثه البند الخامس، وفجاه بيستخدم وميض السرعه بيظهر قدام بيوك. الواد مصدوم ومش مصدق ازاي وصل قدامه في لمح البصر، بيدوس على رجله وخلاص هيفرتكها حرفيا. الواد بيصرخ باعلى صوته ومش قادر يتحمل اكتر من كده. سابي كده خلاص علمه الدرس، بيقول له لو اتكلمت بالطريقه والاسلوب الوحش ده فانا هعاقبك عقاب اشد من اللي شفته النهارده. بيوك ساعتها بيتضايق اكتر، بيبدا يستخدم قبضه النار وعاوز يموته، وبوم ضربات قويه جدا من نمر شطر الجبل. بس تفتكر ان اي حاجه من الكلام ده هتاثر مع بطلنا سابي؟ لا والله، ده بيتفادى كل الضربات كانها سلو موشن حرفيا يا ابن اللعيبه. اما بيوك بقى هو كمان مصدوم ومش
مصدق ازاي شخص تافه وملهوش اي لازمه بيقدر يتفادى الضربات القويه بتاعتي، بس ده قبل ما بيلف بيلاقي بوم ضربه قويه جدا بتطيره لبعيد قوي. الواد عيونه بتحمر ومش قادر ياخد نفسه. سابي بيكمل وبيقول له قدراتك القتاليه دي مثيره للشفقه، انت شخص كحيان يلا، ونازل عليه بوابل من الهجمات المتتاليه بيوقعه في الارض ومكمل عليه كسح ومسح. بيقف قدامه بيقول له يلا قوم وقف من تاني. هو انت فاكر ان انا خلصت؟ ده انا لسه ببدا معاك يا معلم. تان ساعتها بيكون واقف مستغرب ومصدوم، بيقول هو ازاي قدر يعمل كده في بيوك؟ فبيوك ده يعتبر على قمه التصنيف بين جميع الطلاب في فنون القتال، ازاي هو قدر يعمل فيه كده ويمسح بيه بلاط الاكاديميه كلها؟ اما عمنا بيوك بقى بيكون متعصب جدا، بيكون عاوز يهجم عليه من تاني، بس انت بتعمل ايه يا معلم؟ السبب يديله ضربه لولبيه بتفرتكه حرفيا، بيرميه لبعيد، وباقي الطلاب كلهم كمان مصدومين ومش مصدقين اللي بيحصل. بيوك ساعتها بيحاول يقوم من تاني ويقف على رجليه. سابي بيقول له ايه اللي انت فيه ده؟ انت عاجبك حالك؟ قول لي عاجبني حالك وانت مرمي على الارض كده ضعيف ومش قادر تتحرك؟ بس كل ده ما يفرقش معايا برضه، انا هخلص عليك دلوقتي. بيستعدوا بجهاز قبضته وخلاص بينطلق عليه يموته، بس فجأة بيظهر واحد من العدم وبيمسك ايده على اخر ثانية، بيقول له ثواني يا قائد سيب، انت مش شايف ان انت كده زودتها زيادة عن اللزوم، وبالاخص كمان ان ده اول يوم؟ بس ساعتها سابي بيكون واخد باله اصلا، بيقول له انت اخيرا قررت تتحرك دلوقتي في اللحظة دي؟ وايوه يا صاحبي زي ما توقعت، هو ده القائد يون ووك، قائد تحالف السيف قبل العودة بالزمن. بعدها بنرجع بالزمن شوية لورا، وزي ما عرفنا ان هو ده الطالب يون من السنة الاولى في فصل الكاميليا، وهو الابن الثاني لعشيرة يون سيف الدمار، وهي احد العشائر المرموقة في السهول الوسطى. ومن ساعة ما كان لسه طفل صغير تم الاعتراف بيه كواحد عبقري داخل العشيرة في الفنون القتالية، وحتى بين كل الطلاب الجدد اللي انضموا لينبوع التنين اظهر مهاراته الطاغية، كانت موهبته جبارة حرفيا. حتى اكاديمية ينبوع التنين نفسه ما قدرتش تحتوي مقدار القوة اللي عند الطفل الصغير ده، ولما وصل لسن ال20 قدر يحقق انجاز محدش قدر يوصل له في التاريخ قبل كده، وهو الوصول لذروة فنون القتال العليا. لا وكمان صنف من افضل 10 اساتذة فنون قتال في التحالف الارثوذكسي، وكان من المفترض ان هو يعيش حياة حلوة وجميلة. فكل ده طبعا كان هيحصل لو الامور فضلت ماشية زي ما هي، ولكن كل ده انتهى واتبخر حرفيا. وده لما بوابة الشياطين اتفتحت في قلب السماء، الشياطين بدأت تخرج من كل مكان، ظهروا ودمروا كل حاجة حرفيا. ومن بداية المرحلة الاولى لغزو الشياطين قدر يشارك في معارك اكتر من اي شخص موجود، ولكن سرعان ما الاحوال اتغيرت تماما، واصبحت عشيرة يون هدف اساسي للتدمير من قبل الشياطين. وبالفعل تمت ابادتها بالكامل عن بقرة ابيهم، وتم ذبح جميع افراد العشيرة بالكامل بطريقة وحشية. هو الوحيد اللي فضل عايش على وجه الارض، ومع كل ده فهو برضه ما وقعش في اليأس والاكتئاب والكلام الفاضي ده، لا ده فضل متماسك وبدأ يمشي في جميع اماكن السهول الوسطى، خاض معارك لا تحصى ضد الشياطين، قدر يجمع كل الناجين وشكل قوة تحالف حرفيا محدش يقدر يدمرها. وحتى في اصعب الاوضاع اللي هو كان تعبان فيها والدنيا بتتدمر من كل مكان قدر يقود كل اللي موجودين من الناجين، دخل في معركة مدمرة حرفيا قصاد جيش الشياطين. فانا ما زلت فاكر كل اللي حصل، كان دايما بيتقدم في الصفوف الامامية في كل معركة، محدش كان بيقدر يوقفه من اعطى الشياطين. حتى جميع وحوش الشياطين الهائلة الطائرة في السماء ما كانتش بتقدر تصمد لمدة ثانية واحدة بس. فاللي قدامهم ده ما كانش شخص عادي، لا ده كان شيطان على هيئة انسان بشري. اما في الوقت الحالي فهو ما زال طفل ابن عائلة نبيلة متغطرس من احد العشائر العريقة. بيكمل ساعتها سابي كلامه وبيقول له اخيرا قررت تتحرك من مكانك. يون ساعتها بيتكلم وبيقول له كفايه الكلام المضحك اللي انت بتعمله ده يا معلم. فالسابي بيقول له بكل ثقة كده هو انت متفاجئ ان المعلم اللي كانش بيقدر يستخدم قوته الداخلية دلوقتي اصبح قوي وعنده قوة مهولة، ولا انت غيران من القوة اللي عندي؟ فيون بيقول له بالفعل هو كل ده حقيقي فعلا، وحتى ولو نفترض ان هو حقيقي، اول ما تكتسب قوة حديثة كده تبدأ تستخدمها في التباهي امام المتدربين، انت شخص مثير للشفقة فعلا، ولا كل اللي انت عملته ده بسبب اللقاءات المصيرية؟ فسابي بيقول في نفسه ده طلع شخص ذكي فعلا زي ما كنت متوقع، وبيقول له هو انت ليه فضولي للدرجات دي؟ بس لو انت فضلت تتدرب كويس وتعطي كل الاوامر بتاعتي هعرفك كل حاجة من غير ما تطلب مني. فالواد بكل ثقة كده بيقول له خلاص مش عاوز اي حاجة، فالموضوع ما كانش ضروري اصلا، وبيبدأ يتحرك من المكان وهو بيتكلم. بيقول له انا مش عارف انت عملت ايه بالظبط علشان خاطر تغير توزيع الفصول مرة واحدة، لكني هقدم شكوى رسمية ضد المسؤول اللي قدر يعمل كده، فانا ما عنديش نية او رغبة في التعلم من شخص متغطرس زيك كده. وعلى طول كل الطلاب وهم متعصبين بيبدأوا يتحركوا من المكان واحد تلو الاخر، مش بيتبقى غير تاني واقف ولسه ما مشيش معاهم. ساعتها سابي بيقرب منه وبيبدأ يتكلم معاه، بيعرفه ان هو هيدربه وفي خلال 10 ايام هيخليه من اقوى الطلاب اللي موجودين في الاكاديمية كلها. الواد بيبان على وشه كده الخوف والرعب وكل حاجة حرفيا. فجملة
فكرة ان هو هيكون اقوى واحد في الاكاديمية بعد 10 ايام بالظبط بتلفت انتباه صاحبنا يون. بيقول له هو انت قلت ايه بالظبط؟ فسابي بيرد عليه وبيقول له هقدر اقررها زي ما انا عاوز، اسبوع واحد كمان وهخليه من اقوى المتدربين في الاكاديمية كلها. الضعيف البائس اللي انت معتبره حشرة ملهوش اي لازمة ده هخليه قادر يقاتلك وانت بكل قوتك. تان ساعتها بيتكلم وهو مرعوب كده وبيقول له ايها المعلم هو انت جننت ولا ايه بالظبط؟ طب لازمتها ايه يا معلم؟ مش عارف والله. فتان بيحط ايده على بقه وبيقول له خلاص اسكت. اما صاحبنا يوم بيبص له بكل غضب بيقول له هو انت مستعد لكل حاجه انت قلتها دلوقتي؟ فسابب كل استهزاء بيقول له بكل تاكيد هنشوف مين اللي هيكسب في المواجهه اللي جايه، ومن دلوقتي هنعمل رهان مع بعضينا في خلال 10 ايام بالظبط. هتدخل انت وتان قتال مع بعضكم خلال 10 ايام، ولو قدر يفوز قصادك في المعركه هتبدا تستخدم تدريباتي من غير ولا كلمه تقولها منك، ولو انت قدرت تفوز في المعركه هتقدر تعمل اي حاجه انت عاوزها. فالواد بيضحك كده بيقول له فعلا انا هقدر اطردك من الاكاديميه كلها، او ممكن اجبرك على الاعتذار او الركوع او التوسل، انا هعمل اي حاجه حرفيا. سابي هو كمان بيقول له خلاص اتفقنا، ومن الافضل ليك من دلوقتي تبدا تستعد للمبارزه اللي هتحصل بعد اسبوع من دلوقتي. وعلى طول العيال بيسيبوه يمشوا من المكان كلهم. اما صاحبنا تان بيكون مجنون حرفيا، بيقول له ازاي تعمل حاجه زي كده؟ انا كحيان وضعيف ومش هقدر اعمل اي حاجه، ايه اللي انت عملته دلوقتي؟ فسابي بيقول له بص لنفسك والطاقه بتنفجر منك. بس ده اصلا مش بيستنى ثانيه، بيمسك فيه وبيبدا يعيط وبيصرخ باعلى صوته. سابي بيقول له سيبني وهشرح لك كل حاجه دلوقتي. بس ده مش مبطل وعامل زي الطفل الصغير. بيقول له ليه حطيتني في الموقف ده؟ انا مش هقدر اعمل اي حاجه وهيتمسح بيا بلاط الاكاديميه كلها. فسابي على طول بيرميها على طول دراعه بيقول له ابعد عني بقى، انا زهقت منك. وخلاص كده درس النهارده يعتبر اتلغي، وكل الطلاب يقدروا يستريحوا ويمشوا من المكان. فالعيال بيبداوا يمشوا واحد ورا التاني وهم مستغربين جدا، بيقولوا هو اليوم الدراسي لسه بدا علشان يكون عندنا اجازه اصلا؟ مش بيتبقى غير صاحبنا تاني ومرمي على الارض. والسابي بيكلمه وبيقول له يا عم انت ليه مصعب الموضوع كده؟ انت كل اللي عليك ان انت تكسب، انا مش عارف ليه انت فرض على نفسك الخساره. فساعتها الواد بيبدا يشرح له اللي حصل معاه، وبيقول له ان اول نزال علني ليا بعد الالتحاق بالاكاديميه دخلت في قتال قصاد غوك بيوك، لكني خسرت خساره حمقاء حرفيا، ومن الوقت ده وهو بيعذبني كل يوم. ولك ان تتخيل ان بيوك اللي هو قدر يهزني ده وانا ما قدرتش اعمل معاه اي حاجه، الطالب يون هو كمان دخل قصاده في معركه هزمه شر هزيمه حرفيا والواد ما قدرش يلمسه. فانا مش فاهم ازاي هقدر اخلص عليه او ادخل معاه في قتال او نزال او اي حاجه، ده حتى بدون دعم العشيره بتاعته ليه. فموهبته القتاليه وحدها فريده من نوعها حرفيا. فاللي قدامك دلوقتي ده فيون يعتبر شخص نادر الوجود. فتان اول ما بيسمع منه الكلام ده بيقول له هو انت مجنون يا عم ولا ايه بالظبط؟ طيب لما انت عارف كل الكلام ده كله ليه ورطتني دلوقتي في قتال انا مش قده ولا هقدر اعمل فيه اي حاجه؟ فالسابي بيضحك كده بكل غطرسه وبيقول له انت اقوى منه. فانت اقوى منه يا تان، فانت قبل الرجوع بالزمن كنت تلقب بالقناص الماهر قاتل الشياطين. بعدها بقى الواد بيبدا يتكلم معاه بيقول له لو نفترض فعلا ان انا مش هقدر اعمل اي حاجه بسبب انتقالي او اي حاجه حصلت معايا، ليه دلوقتي انا مجبر اخش قتال انا مش عاوز ادخله؟ فالسابي بيقول له انت شخص غبي جدا فعلا، فانت ازاي لحد دلوقتي لسه ما فهمتش اي حاجه؟ فانا بعمل كل ده لسبب معين، انت لازم تنتصر في تلك المبارزه، وده علشان اقدر اثبت قدراتي التدريبيه. تان ساعتها بيتعصب وبيقول له الله وانا مالي يا ليمبي؟ هو علشان تثبت وجهه نظرك ومهاراتك في التدريب تلبسني انا في حيطه؟ انا مالي يا عم. بس فجاه سابي بيضحك ضحكه شريره وبيقول له الانتقام، تصدق نسيت ان انت شيطان اصلا؟ فالواد ساعتها بيقول له انا اسف جدا هنفذ لك كل اللي انت عاوزه. ووسط ما الواد مصدوم ومش مصدق منظر سابي واقف قدامه بيقول له هو مش انت دايما كنت بتتعرض للضرب والتنمر على ايد الضخم الكبير بيوك؟ مش حاسس ان انت عاوز تنتقم منه وتاخد حقك بعد اللي عمله فيك؟ فالواد بيستغرب كده وبيقول له هو انت ازاي عرفت كل الحاجات دي؟ بس مش بيعرفه اي حاجه وبيكمل كلامه بيقول له هو انت ما حسيتش بالحماس او بالفرحه لما انا كنت نازل فيه ضرب؟ فبكل تاكيد الموضوع بالنسبه لك كان في اعلى درجات الفرحه، ولا اللي ظهر عليك ده ما كانتش فرحه وكانت غضب؟ لان انت ما كنتش قادر تنفذ انتقامك بنفسك، وانت قلتها بنفسك حتى بيوك ما يقدرش يلمس شعرايه واحده بس من يون. ولكن ايه الوضع لو اصبحت قوي علشان تقدر تهزم الاتنين شر هزيمه؟ هتقدر تنتقم منهم وتحس بلذه الانتصار. رايك ايه دلوقتي في الخطه بتاعتي؟ مش حاسس ان الموضوع ده هيكون مسلي بالنسبه لك وهتحقق انتصاراتك الداخليه؟ تان ساعتها بيفكر مع نفسه بيبدا يتكلم وبيقول له لو فعلا اصبحت قوي زي ما انت ما بتقول هقدر انفذها. فالسبب بيقول له بكل تاكيد. تان بيقول له بس كل ده ملوش اي علاقه بغوك بيوك، انا كل اللي عاوزه بكل بساطه هو ان انا ازود قوتي من الوضع الحالي اللي انا موجود فيه. فطبعا سابي بيعجبه الكلام وبيبدا يبتسم ابتسامه شريره جدا، وبالفعل على طول بيبدا
وبيبداوا تدريبات. والسابي بيقول له دلوقتي هنختبر مستواك القتالي في الوقت الحالي. انا عاوزك دلوقتي تتخيل ان انت دخلت قتال اساديون، وريني كل المهارات وكل الحركات اللي انت بتقدر تستخدمها. وفعلا الواد مش بيكذب خبر، بيبدا ضرب في كل الدمى اللي قدامه يمين في شمال، باين عليه ان هو قوي ولكن محتاج شويه تدريبات. الواد بيكون باين عليه التعب من كتر التمرين، ولكن سابي بيفضل يشجع فيه، بيقول له استمر، كمل تدريبات وضرب يمين في شمال. فجاه الواد بيحس بشعور غريب جدا وبيقع على الارض مرمي. سابي بيكون قاعد باصص له بنظره مثيره للشفقه وبيقول له انت مالك كده لك احيان، انت ازاي لسه مش عارف مشكلتك لحد دلوقتي؟ فبيرد عليه وبيقول له انا اثناء تنفيذ الحركات الاساسيه في المعركه بحس ان طاقتي الداخليه بتنتشر في كل مكان، وفي البدايه انا فكرت ان انا اتعلمت فنون عشيرتي القتاليه بشكل خاطئ، ولما حاولت امارس الموضوع اكتر من مره ما كانش فيه اي مشكله في الحركات الاساسيه. فكرت ان في خلل او مشكله في الجينات الداخليه او نقاط المسارات عندي في الداخل، وبسبب كده عملت فحص داخلي داخل العشيره، ومع كل اللي انا عملته ده ما كانش فيه اي حاجه نهائيا واضحه. واللي توقعوه في الوقت ده قالوا ان انا ممكن اكون مفتقر للموهبه او ممكن اكون بعاني من مرض غير معروف. فسابي في الوقت ده بيبتسم وبيقول له لا لا ما فيش الكلام ده، كل الكلام ده ملهوش اي 60 لازمه، فالموضوع بسيط قوي، انت ولدت بنقاط طاقه منتشره اكتر من اي حد تاني. الواد ساعتها بيسمع كده وعيونه بتبرق، مش مصدق الكلام اللي بيسمعه، بيقول له هو انت قصدك ايه يعني بالكلام ده؟ فسابي بيقول له هو كلامي اصلا مش واضح، المفروض تكون فهمته في اقل من ثانيه، وانت تعتبر تركيبه نادره الوجود، عندك مزايا اكتر من العيوب، ولكن بسبب ان انت لسه صغير وعندك الطاقه الداخليه قليله فانت بتواجه مشاكل. ولكن برغم كده المفروض تكون عارف ان كل الفنون القتاليه المفروض يمر بها الطاقه الداخليه المتولده في الجينات عبر مسارات الطاقه عندك، ولكن بما ان المسارات الداخليه اللي عندك كبيره وواسعه في نفس الوقت عن اي شخص تاني، وكمان مقدار الطاقه الداخليه عندك متوسط، الطاقه اللي عندك مش بتتمركز زي ما انت عاوز بالظبط، وهو ده السبب اللي بيخلي الطاقه تتبعثر بشكل فوضوي داخل جسمك. فالواد ساعتها بيكون مستغرب من كل الكلام اللي بيسمعه، ولكن سابي بيطمنه، بيقول ان كل اللي بيحصل معاك ده طبيعي مش اكتر، وبيفتكر كمان كل الاحداث اللي حصلت في المستقبل وقد ايه تان كان شخص قوي جدا وقوته مهوله حرفيا. والواد من كتر الكلام اللي بيسمعه ده بيبدا يفكر مع نفسه، بيقول هو ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ هو الظاهر كده هو يعرف حاجه وانا مش عارفها، ولكن على كل حال انا لازم اسمع كلامه. سامي هو كمان بيقول له كفايه لحد كده النهارده، انا هوقف الشرح بتاعي لحد كده، فبما انك خلاص عرفت السبب كل اللي بيحصل معاك المفروض نبدا نصلح المشكله دي علشان نطور من قوتك. وبطبيعه الحال الطريقه بسيطه جدا، فزي ما قلنا بالمقارنه مع اي شخص تاني قوتك ضعيفه بسبب مساراتك الواسعه، وده بيدل على حل بسيط جدا وهي زياده قوتك الداخليه، وكل حاجه هتكون زي الفل. ولكن بما اننا مش هنقدر نزود قوتك الداخليه في وقت قصير فمش هيكون في غير طريقه واحده بس اقدر اعلمها لك دلوقتي. استمر في تجميع الطاقه الداخليه طول الوقت، افضل مستمر في جمع الطاقه لحد اللحظه اللي هتبدا بتنفيذ الحركات الاساسيه، وبمجرد ان انت تجمع كل الطاقه الكافيه هتقدر تتمكن من اظهار قوتك الحقيقيه. ساعتها الواد بينفذ كلامه، بينفذ اقوى ضربه قدر ينفذها، بيكون فرحان جدا ومش مصدق ان هو قدر يعمل كده، وبيقول ان الطاقه الداخليه بتنتشر جوايا وانا مش مصدق. سابي هو كمان بيشجعه وبيقول له عندك حق في كل كلمه قلتها، فانا شفت انت ازاي قدرت تجمع كل قوتك وتوجه ضربه قويه جدا. بيبدا واحده واحده بيغمى عليه ومش فاهم اللي بيحصل له بالظبط، مش قادر يتنفس ولا يعمل اي حاجه. ساعتها سابي بيقول له انت حاسس بايه دلوقتي؟ فالواد بيقول له انا مش قادر اخد نفسي، ما عنديش اي ذره قوه حرك حته من جسمي. فالسابي بيرد عليه بيقول له ما تقلقش من اي حاجه، كل اللي بيحصل معاك ده طبيعي اصلا، لان دي هي الاثار الجانبيه للطاقه اللي انت استخدمتها النهارده، فانت من الاساس ما استخدمتش مسارات الطاقه اللي عندك بشكل سليم، وعلشان جسمك لسه ما تعودش تلقائي حس بالصدمه وانت مش قادر تسيطر عليه، فما فيش اي داعي للقلق اكتر من كده. الاثار الجانبيه هتروح واحده واحده، ما تقلقش من اي حاجه، كلها كام شهر وكل حاجه هتختفي. فتام بيقول له كويس الحمد لله، طمنتني يا راجل. بس مره واحده بيقول له لحظه يا عمنا، انت قصدك ايه بشويه شهور؟ ده المبارزه اصلا بعد اسبوع واحد من دلوقتي. بعدها بقى بيكملوا تدريبات سوا، والسابي بيقول له انت عندك مشكلتين اساسيتين دلوقتي. ايه المشكله الاولى؟ لما بتستخدم تقنيه باستخدام الطاقه المخزنه بتستهلك كل الطاقه الداخليه اللي انت قدرت تجمعها في ضربه واحده، وزي ما قلت قبل كده فجسمك مش هيقدر يتحمل قوه الارتداد، وهو ده السبب اللي بيخليك تنهار بشكل مستمر. ومع ذلك وفوق كل ده فالنواة الداخلية اللي عندك صغيرة جدا مخليها مش قادرة تخزن أي طاقة لفترة طويلة، ولو قدرت تعمل كده وتكسر الحاجز فأنت مش هتنهار وبس، أنت هتتعرض لخطر كبير جدا ممكن يموتك. أظن دلوقتي أنت فهمت كل حاجة يا تان، لازم تمشي تبع التعليمات اللي هقولك عليها علشان خاطر ما يحصلش معاك أي حاجة. فالواد بيقول له خلاص مفهوم، أنا دلوقتي الموضوع بالنسبة لي سهل وفهمت كل حاجة. سابي ساعتها بيقول له إيه علاقة الكلام اللي أنا بقوله باللي أنت ماسكه في إيدك دلوقتي؟ مش لازم تشغل بالك
بالك بالتفاصيل الصغيرة، اهم حاجة تركز في قلب المعركة اللي انت بتواجهها. وزي ما قلت قبل كده فانت مش هتقدر تخزن اي طاقة في جسمك غير بعد المبارزة. ودلوقتي عرفني انت خدت وقت قد ايه تجمع الطاقة في المرة اللي فاتت. فبيقول له بالظبط كده تقدر تقول 7 دقايق. فالسابي بيقول له طيب ازاي؟ قول لي ازاي هتقدر تواجه يوم في المعركة طول المدة دي؟ فالواد بيقول له معرفش، هو المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ فالسابي بيقول له مفيش غير حل واحد بس، لازم انت تتفادى كل الهجمات لحد ما تجمع قوتك من تاني. وعلى طول بيهجم عليه بضربة قوية جدا. الواد بيبدأ يتفادى الهجوم. بيقول له هو انت بتعمل ايه بالظبط؟ فالسابي بيقول له ركز، لازم تركز على حركة السلاح وهي رايحة فين وجاية منين. لا وكمان سابي بيبدأ يستخدم تقنية الوهم، بيهجم على الواد والواد مش عارف يتحرك من مكانه، بياخد ضربة قوية جدا على دماغه ومش عارف يتحرك. والسابي بيقول له انت بطيء جدا برغم ان انا ما استخدمتش كل قوتي، يلا قوم علشان نكمل تدريبات. الواد بيقول له ما تستنى يا عمنا، هو انت شايفني انسان آلي قدامك؟ انا مش قادر اتحرك من مكاني، فالتدريب اللي انت بتعمله معايا دلوقتي ده يعتبر حاجة مجنونة اصلا. فالسابي بيقول له ثواني بس، هو انت فاكر ان انا بعمل معاك كل ده علشان خاطر اذيك او اعمل فيك حاجة وحشة؟ انا من شوية وقت قليلين قدرت افهم كل المشاكل اللي بيواجهها جسمك، عرفتك كل حاجة، قلت لك ازاي تتصرف علشان خاطر تطور من قوتك. فقول لي ازاي دلوقتي انا بهجم عليك علشان خاطر اذيك؟ بس انا برغم كل الكلام والتفكير اللي انت بتقوله ده انا هضمن ليك حاجة واحدة، وهي الطريقة الوحيدة اللي هتديك فرصة لخدش يون ولو لخدش واحد بس بعد اسبوع. انا عارف ان التدريب هيكون صعب جدا ومؤلم، لكن هل التدريب اقصى ولا الاذلال والشفقة اللي كانت بتحصل معاك من كلا الفريق؟ هل فعلا هتسيب الفرصة دي وتضيعها من ايدك علشان تثبت نفسك قدام الجميع؟ الواد بيكون متردد ومش عارف يرد عليه يقول له ايه بالظبط، وبيفكر مع نفسه وعلى طول بيقول له انا اسف ايها المعلم، من فضلك كمل معايا تدريبات، انا عاوز اطور من قوتي، عاوزك كل يوم تدرب فيا لحد ما قوة تحملي تزيد. طبعا صاحبنا سابي بيستغل الفرصة، بيقول له خلاص انت هتفضل مستمر في التدريبات دي طول الاسبوع كله، كل يوم هتتدرب من غير ما تتوقف ليوم واحد. الواد اول ما بيسمع كده بيتصدم، بيقول له اسبوع واحد ومش بيلحق يكمل، بيلاقي اللي بيهجم عليه. بيقول له استنى يا عم بس ده مش بيقف. وبعد مرور الاسبوع كل الناس اللي موجودة في اكاديمية نبع التنين بيحضروا للمكان، عاوزين يشوفوا المواجهة اللي هتحصل بين تان ويون. والكل بيبدأ يتساءل ويتكلم هو ازاي هيصمد امام يون، وهل فعلا اصلا هيقدر ولا دي هتكون نهايته. واحد من طلاب الفصل الموجودين بيقول انا شفته اكتر من مرة الاسبوع اللي فات، شفته بيتدرب وبياخد ضربات قوية جدا بالعصا من المدرب. بيوكو هو كمان بيقول الظاهر كده ان هو غبي، فالشخص اللي قدامنا ده نكره ملهوش اي 60 لازمة، انا واثق ان يون هيدمره حرفيا من الوجود. مستحيل واحد جبان زي تان ده يعمل اي حاجة قصاد يون. في نفس الوقت سابي بيشوف الحضور الجامح في المكان، ويون بيبدأ يوجه له كلام وبيقول له انا عرفتك قبل كده ان انا مش عاوز اي حاجة، لكن في الوقت الراهن انا عاوز احط الشرط الاول بتاعي. فالسابي بيقول له مش مشكله عرفني ايه هو. فالواد بيرد عليه وبيقول له لو كسبت لازم توعدني ان انت هتمشي من الاكاديميه كلها بنفسك، فانا مش عاوز اضيع وقت بالطريقه دي مره تانية. فالسابي بيقول له خلاص اتفقنا، لو الطالب بتاعي خسر مش هتلاقي ليا اثر في المكان. وفي نفس الوقت كمان بيفكروا بالشرط بتاعه، بيقول له لو الطالب تان كسب انت لازم تحضر كل الدروس والتدريبات معايا من غير ما تنطق ولا كلمه، مش لازم تعترض. فالواد بيقول له بكل تاكيد انا فاكر كل حاجه. فجاه سابي بيضحك ابتسامه خبيثه جدا وبيقول له انت مش حاسس ان في خطأ في الحسابات بتاعتك؟ فالشخص اللي المفروض تركز عليه مش هو انا، المفروض تركز على تان لي جونغل واقف قدامك في ساحه المبارزه، الاتنين بيقفوا قصاد بعض وبيبداوا يستعدوا للمعركه. وبنعرف كمان ان اي حد ممكن يفوز لو احد الطرفين تم الاستسلام او اي حد منهم فقد الوعي او كمان لو وقع منه السلاح بالغلط، بالاضافه ان اي ضربات قاتله او مهدده للحياه ممنوعه تماما. وفي الحاله دي بحكمي انا سابي الحاكم الرئيسي في النهائي هصدر على طول الحكم لو اي حاجه زي كده حصلت. والان لتبدا المعركه. وبالفعل الاتنين بيبداوا يخرجوا السيوف الخشبيه بتاعتهم، بيستعدوا شكلها كده هتكون معركه من نار. فجاه قبل ما يتحرك بيلاقي اللي هجم عليه وقطع دراعه نهائيا. الواد بيقع على الارض وهو مصدوم مش مصدق اللي حصل، شايف دراعه طاير قدامه في السماء ومش عارف يعمل اي حاجه. بس تفتكر ان ده حقيقه يا صاحبي؟ لا والله، ده الواد بيبدا يتوقع اللي هيحصل معاه من غير ما يعمل اي حاجه. يا اخي خضتنا الله يحرقك، انا قلت المعركه خلصت من قبل ما تبدا. اما صاحبنا يون بقى بيبدا يستفز فيه بالكلام ويتريق عليه، بيقول له انت وافقت تخش معايا في مبارزه، بس برغم ثقتك ودخولك المبارزه انت واقف دلوقتي خايف لا اخلص عليك واقتلك. فتان هو كمان مش بيهتم لكلامه، بيفكر في اللي شافه من شويه واللي تخيله. بيقول اللي انا شفته ده بيدل على حاجه واحده بس، ان نيه يون قاتله، ولو جات له الفرصه ان هو يقطع دراعي او يعمل فيها اي حاجه وحشه هيعملها بدون اي تردد. وانا كمان مش هقدر اعمل معاه اي حاجه، ما عنديش
مفيش فرصة حتى كمان علشان اصد ضرباته. بيفضل يتخيل ويفكر في كل حاجة قصاد بيوك ويون. بيكمل وبيقول شخص ضعيف وبائس زيي مش هيقدر يهزم اي حد من الاتنين بعد اسبوع واحد من التدريبات. بس في لحظة توهانه وتخيله دي بيشوف المعلم سابي واقف قدامه بتنبعث منه القوة بطريقة مهولة. كده خلاص يا معلم، ما عندكش اي خيار تاني غير الفوز، والا تان ساعتها بياخد باله من كل اللي بيحصل من حواليه. بيبدأ يركز مع نفسه وبيقول اللي انا عاوزه دلوقتي هو تزويد قوتي واكون شخص مثالي. ففي الاسبوع اللي فات قررت ان انا عاوز اكون اقوى من كده. بس قبل ما يكمل كلام مع نفسه فجأة بيلاقي يون بيقول له انت شخص احمق، انا اديتك فرصة للنجاة من المعركة دي بس انت شخص غبي. بيجري عليه بكل قوته وخلاص هيفرتك دراعه، لكن الواد فجأة بيقدر يصد الضربة. يا ابن اللعيبة، يون مصدوم ومش مصدق ازاي قدر يعمل كده. بيقول مستحيل، الواد قوته اتطورت. وتاني هو كمان بيقول كويس ان انا قدرت اصد الضربة، انا ما كنتش متوقع ان انا اعمل كده، بس في المقابل الطاقة الداخلية كلها اللي انا جمعتها خلاص انتشرت في جسمي كله. اما يون بعد الضربة دي بيبدأ يستخدم تقنية السيف الاول، تنين السماء القاطع الاسمي، هيجان التنين الهائج. الواد مصدوم من قوة الضربة، ولكن على غير المتوقع بيقدر يصد الضربة برشاقة عالية قوي. وكل اللي في المكان والطلاب مصدومين ازاي الواد الكحيان اللي كان معانا طول السنين اللي فاتت بيتفادى ضربة بالقوة دي. وعلى طول يون مش بييأس بعد كل اللي حصل، بيبدأ يستخدم تقنية السيف الاسامي القاطع للسماء، التقنية الثالثة، قطع انياب التنين المزدوجة، وبوم ضربة قوية جدا. بس في اقل من ثانيه الواد بياخد باله من كل حاجه. ايوه، هي دي نفس التقنيه اللي كان بيستخدمها علي المعلم في التدريبات. وعلى طول بحكم ان هو افتكر كل حاجه بيطير لفوق ويتفادى الهجمه. يا ابن اللعيبه، يون مصدوم ومش مصدق اللي بيحصل في المكان. اما تان بيكون مصدوم هو كمان من قوته اللي ظهرت مره واحده، مش بيلحق يستنى وبيلاقي اللي بيهجم عليه مره تانيه. بس ده بيفضل يتفادى الهجمات يمين في شمال. يون هجماته سريعه ودقيقه في نفس الوقت، بس هو ده المتوقع. فاللي واقف قدامي دلوقتي ده مش شخص عادي، لا وكمان التقنيات اللي بيستخدمها دي من اقوى سيف موجود من عشائر السهول الوسطى. ولكن ده مش معناه ان انا مش هقدر اتفادى الهجوم. انا مش فاهم ليه بالظبط ليه تقنيه السيف اللي بيستخدمها قدامي دي هي نفس تقنيه السيف اللي كان بيستخدمها قدام المعلم لمده اسبوع كامل. يون ساعتها بيبدا يرجع لورا علشان يدرس الموقف كويس. بس انت تفتكر ان الوضع هيعدي بالسهوله دي؟ ده كل الطلاب وكل الحضور في المكان مستغربين ومصدومين في نفس الوقت. بيقولوا احنا مش مصدقين ازاي تاني الشاب الضعيف الكحيان بيتفادى ضرباته وكل حركات يون الاسطوره. ازاي ده بيحصل؟ احنا مش مصدقين عيوننا. حتى الواد تان نفسه مش مصدق ازاي انا قوتي زادت بالطريقه دي. اما عمنا يون بقى بيقول انا لازم اعترف بحاجه كويس قوي، انت اتعلمت حاجات كتيره جدا في خلال الاسبوع اللي فات، فانا كمان مش عارف انت ازاي عرفت تقنيه السيف الاسامي القاطع للسماء. بس الاهم لازم تستعد للي هيحصل فيك دلوقتي. بيبدا يستخدم سيفه بطريقه غريبه جدا. فجاه اعصار بطاقه زرقاء بيخرج من السيف. ايوه، هي دي قوه تقنيه سيف الاسامي القاطع للسماء، التقنيه الثالثه. بيكمل وبيقول لو قدرت تتفادى الهجوم ده انا خلاص اعترف بهزيمتي كلها. حتى بيوك هو كمان مستغرب قوي، بيقول انا مش عارف ايه هي تقنيه السيف اللي ظهرت مره واحده دي، بس على كل حال دي هتكون نهايه المعركه. اما عمنا تام بقى لسه واقف ومش فاهم اي حاجه، بيقول هو راح فين. وفي الوقت اللي تان عمال يدور فيه على يون ومش لاقيه موجود قدامه بنرجع بالزمن يوم لورا، اليوم اللي كان بيتدرب فيه مع المعلم سابي على كل تفادي الهجمات. الواد بيكون باين عليه التعب الشديد جدا من كتر التدريبات المستمره. المعلم بيقول له انت كنت ممتاز جدا، قدرت تتفادى كل الهجمات بطريقه كويسه، ودلوقتي ممكن اقول ان الموضوع اصبح كافي. فتان ساعتها بيقول له يعني كده خلاص هوقف تدريبات وهقدر اكسب المعركه بكل سهوله. ولكن الصدمه الاكبر لما المعلم سابي بيقول له لا مفيش الكلام ده، فالطالب يونغ مش عبيط للدرجه دي يعني، وكل اللي بيعمله هو بيقلل من شانك بطريقه مرعبه. هو شايف ان انت ضعيف وكحيان ومش هتقدر تعمل معاه اي حاجه، ولكن لو انت فضلت مستمر في تفادي الضربات بالسيف هيبدا بالتفكير وسط الضربات بطريقه مختلفه. ولو انت كمان فضلت صامت طول المعركه لحد النهايه فعلى الارجح هو هيلجا للتقنيه السريه، اكبر تقنيه سيف يقدر يون يستخدمها في الوقت الحالي، تقنيه اباده التنين العنيف. والتقنيه دي يا صاحبي بتظهر كانه تنين شرس تجسد قدام عيونك، فهي فن قتالي بيولد طاقه سيف ضخم جدا. وعلشان اوضح لك الدنيا اكتر يا تان، انت مش هتقدر تتفادى الهجمه دي مهما عملت، ومحاوله النط في السماء او الرجوع للورا هتكون عديمه الفايده قصاد تقنيه التنين العنيف، فهي بتتمدد في نفس اللحظه اللي اتضربت فيها وبتبلع المكان بالكامل. فالواد بكل استغراب كده بيقول له طيب هو انا كده هقدر اتفاداها ازاي؟ فهي تقنيه لا تقهر حرفيا. فالسبب بكل حزم كده بيقول له ركز معايا كويس، مفيش اي حاجه في العالم ده لا تقهر. فعاصفه من طاقه السيف بتدور وبتضرب الجميع من كل الاتجاهات، ولكن كل ده خدعه بصريه بس
مش اكتر. هي بتهيأ لكل اللي في المكان ان هم خلاص هيموتوا بسبب العاصفه، بس في الحقيقه هي مش فن قتالي مثالي اصلا. فمن الاساس تقنيه اباده التنين العنيف هي تقنيه تم تنفيذها علشان خاطر ترهب الاعداء زي ما قلت لك، بتصيبهم بالذعر من قوتها الهائله وبتخليهم يحاولوا يهربوا من المكان. فالواد حرفيا بياخد الصدمه من الكلام اللي بيسمعه. سابي بيبتسم ابتسامه خبيثه وبيقول له بالفعل مفيش غير طريقه واحده بس لازم تنفذها، لازم تفضل مركز وتتقدم لقدام، ما تترددش ولو لثانيه واحده بس ان انت توصل ليون. هيسعى لاول حاجه ان هو يرد عليك الهجوم بطريقه مباشره، فانت كده كشفت تقنيه التنين العنيف. ولكن في اللحظه دي انا عاوزك تستغل اللحظه دي احسن استغلال. فردة فعل يون ساعتها مش هتكون مرتبه نهائيا، وهي دي الفرصه المناسبه بالنسبه لك يا تان. لازم تجمع كل قوتك والغضب اللي انت شفته على مدار السنين اللي فاتت، جمع كل حاجه وسدد له الضربه القاضيه. وبالفعل تان بيعمل كده وبيقدر يوجه له ضربه قويه جدا، بيكسر السيف على جسمه. يون هو كمان مصدوم ومش مصدق اللي بيحصل قدام عيونه، وساعتها تان بيخرج من ارض المعركه وهو منتصر. كل اللي في المكان وكل التلاميذ بيكونوا مبهورين وفرحانين جدا. المكان بيكون مليان بالتسقيف وبينادوا على تان من كل حته، مش مصدقين ان تان قدر يخلص على يون. ده كان طفل ضعيف كحيان من اسبوع بالظبط، ازاي في خلال الاسبوع المعلم سابي طور قوته بالطريقه الملحوظه دي؟ ده حتى تان هو كمان مصدوم ومش مصدق نفسه. اما بعدها بمرور كام يوم بنشوف المعلم سابي بيروح للفصل من جديد. كل طلاب الفصل بيتجمعوا قصاد المعلم سابي، منهم اللي مبسوط ومنهم اللي حزين، وعمنا يوم بيكون متضايق جدا، فهو طبعا مش عاجبه الحال. وده بعد ما قدر المعلم سابي يكسبه في الرهان اللي اتفقوا عليه من 10 ايام. وبكده دي اول حصه للمعلم سابي في اكاديميه نابع التنين. وعلى الجانب الاخر بنشوف نائب الاكاديميه بيكون متعصب جدا، الكل متضايق وعلى اعصابهم بسبب اللي حصل. فبيقولوا ازاي ساب المعلم اللي لسه متعلم من كام يوم كل الطلاب تكون تحت امره بالطريقه دي؟ ازاي الامور كده خرجت مننا عن السيطره؟ نائب الرئيس بيقول انا مش مصدق نفسي، ازاي وثقت في شويه حساله زيكم؟ ازاي سبت الامور كلها تخرج عن السيطره؟ انا عاوز دلوقتي افهم كل حاجه. فواحد من اللي موجودين بيبدا يرد عليه، بيقول هو مش الهدف من البدايه ان احنا نخلي سابي يخرج من المكان وهو بارادته؟ طيب ليه دلوقتي كل الطلاب بيسمعوا كلامه بدون اي تردد؟ خصوصا الطالب تام من عشيره السيف ذات النجمه الواحده، وكمان معاه الطالب يون من عشيره يون، والمتدربين دول بالذات بيسمعوا كلام المدرب ومش عاوزين يخالفوه. فبيقولوا ساعتها ايه اللي هيحصل لو احنا اجبرناهم يغيروا الفصول مره تانية زي ما عملنا المره اللي فاتت؟ فنائب الرئيس بيرد يعرفه على اللي حصل، بيقول له من كام يوم فاتوا وصل تهديد بالانسحاب من الاكاديميه، وكمان يون رفع شكوى رسميه للعشيره نفسها. ساعتها كل من في المكان صوتهم بيبدا يعلى، بيقولوا المفروض ما كناش نعمل كده، ازاي ندي زمام الامور كلها للطالب يون العبقري؟ وكمان مع مين؟ ده مع متدرب مبتدئ. بيقولوا احنا لازم نتصرف في الموضوع، فكل اللي حصل ده بيمس بسمعه الاكاديميه. ساعتها كل من في المكان بيبدا يتعصب اكتر، بيقولوا احنا المفروض ما كناش نعمل كده، لا ازاي نسلم كل الموضوع وزمام الامور لطالب عبقري زي يون؟ بس احنا برضه زي ما عملنا كل ده لازم نتصرف ونخلص كل حاجه، فده هيسيب بسمعه الاكاديميه. وعلى طول بيوجهوا الكلام لنائب الرئيس، بيقولوا له ازاي انت هتتحمل المسؤوليه وتخلص كل حاجه؟ بس ده بيتعصب جدا وبيقلب عليهم الترابيزه حرفيا، بيقول لهم انتوا دلوقتي جايين تقلبوا كل حاجه عليا انا؟ هو مش انتوا اللي عملتوا كل ده علشان خاطر تحاولوا تقربوا من عشيره يون؟ ازاي دلوقتي جايين وترموا كل اللوم عليا انا؟ وتعالوا هنا كلكم دلوقتي طلعوا لي تفسير العقل يصدقوا ازاي طالب كحيان زي الطالب تاني يقدر يتغلب على الطالب يون؟ ده القوه بيناتهم فرق السماء والارض لصالح يون حرفيا. فواحد منهم بيرد عليه بيقول له من الناحيه الفنيه فهو انسحب من المعركه، ولكن بحسب شهاده المتدربين اللي حضروا في المكان فهو خسر خساره صريحه في المعركه. فنائب الرئيس بيستغرب كده وبيقول له هو انت سامع نفسك كويس؟ فيون ده يعتبر اعظم العباقره في تاريخ عشيره يون، ازاي حاجه غير منطقيه بالكلام اللي انت بتقوله ده تحصل معاه؟ فانا مش مصدق كل اللي حصل. وكل ما بعرف اكتر عن المعلم سابي الغموض والتوتر بيزيد ناحيته يوم عن اللي قبله. فاحنا ما ينفعش نسيبه طليق في الاكاديميه لوحده، لازم يكون فيه رقيب عليه طول الوقت والمكان. في نفس اللحظه بيقول لهم ثواني بس، هو احنا لحد دلوقتي ما لقيناش اي رد من قصر ظل الشبح؟ احنا المفروض وكلناهم ادلنا كام يوم، ازاي لحد دلوقتي ما فيش اي رد منهم؟ فبيعرفوه ساعتها ان هم قالوا كلها كام يوم هيبداوا يتواصلوا معانا. ولكن ساعتها نائب الرئيس بيكون متعصب جدا، مش همه اي حاجه وعمال يخبط بالكلام فيهم هم كمان. بيقول دول مجموعه مرتزقه ما لهمش اي 60 لازمه، ازاي نعتمد عليهم بالطريقه دي؟ ولكن فجاه واحد منهم بيظهر في قلب المكان، بيقول له انت لازم تخلي بالك من افعالك وتصرفاتك يا نائب الرئيس. ساعتها النائب بيكون متعصب جدا، وكل من في المكان مذعورين ومش مصدقين اللي شافوه قدام عيونهم دلوقتي. انت مين وازاي دخلت للمكان؟ بس ده بيظهر من ورا نائب الرئيس. هو ناوي يخلص عليه ولا ناوي يعمل ايه بالظبط؟
في وقتها نائب الرئيس بيبدا يلف علشان خاطر يشوفه في المكان، بيكون مصدوم ومش مصدق عيونه، بيقول انا قوتي في عالم الذروه لا تصدق، ومع كل ده انا مش حاسس بوجوده في المكان اطلاقا. ولما بيلف له المعلم بيقول له احنا جينا دلوقتي لتنفيذ الطلب، ودلوقتي انا عاوزك تعرفني كل المعلومات عن المعلم سابي. وقائد المجموعه بعد ما بياخد كل المعلومات وصوره سابي كمان بيخرج لبره وبيكون مصدوم جدا، بيقول ازاي يدفعوا كل الفلوس دي علشان يعرفوا شويه معلومات عن المدرب المبتدئ. بس ده بيدل على شيء واحد بس، ان كبار الحكام دول سمعتهم سيئه، معاهم فلوس لا طائل لها، وده بيدل على حاجه واحده بس، على قوه فسادهم في المكان. بس على اي حال احنا ملناش اي دعوه بكل اللي بيحصل. فظل الشبح رقم 7 بيكون مستغرب وبيضحك في نفس الوقت، بيقول له ايه الضحك ده يا عمنا؟ هو انت مش مستغرب للطوائف اللي موجوده في المكان؟ فهم بيتظاهروا بالفضيله والشرف طول الوقت، اما في الوضع الحالي فهم بيطلبوا تحقيق سريا في الخفاء. فظل الشبح رقم 5 هو التاني بيفضل يضحك وبيقول زي ما يكون احنا كمان افضل منهم، فاحنا بنقبل الطلبات اللي ملهاش اي 60 لازمه دي علشان خاطر حفنا من الفلوس. بس ظل الشبح رقم 1 بيقطعهم هما الاثنين وبيقول للرقم 5 خلاص يا عمنا، هو انت نسيت هو احنا جايين ليه هنا بالظبط؟ نسيت المهمه بتاعتنا؟ نسيت ان احنا اقسمنا ليه بالولاء علشان نتحمل اي مهمه قذره او وضيعه؟ احنا لازم ننفذ اي مهمه بتوصل لحد عندنا. فالرقم 5 بيعتذر له، بيقول له سامحني انا اخطأت في الكلام. فالرقم 1 بيقول له خلاص حصل خير، انا عاوزك دلوقتي تركز على المهمه. وبيقول له كمان دلوقتي احنا هنعمل ايه بخصوص جين بايك؟ فالرقم 1 بيقول لهم في الوقت الحالي لازم تحددوا موقع الهدف وافضلوا تراقبوه طول الوقت. فالرقم 7 بيبدا يتكلم هو كمان وبيقول له بالنسبه للشائعات اللي منتشره اليومين دول. فالرقم 1 بيقول له كبر دماغك من اي حاجه، كله ده هراء ملهوش اي 60 لازمه. بس ده بيرجع بيقول له ان المعلم سابي من زمان ما كانش بيقدر يستخدم الطاقه الداخليه اللي عنده، ولكن اخر مره استخدم قوه مدمره حرفيا، وكمان في ليله واحده بس اصبح سيد لفنون القتال، قدر يدمر معقل سيد الشياطين. ولو كل ده ما كانش لقاء مصيري فانا عاوزك دلوقتي تفسر لي كل حاجه. وكمان دلوقتي انا عاوزك تتوقع ان لو سابي عنده بعض الناس اللي بتساعده في الخفاء، او ممكن يكون تم زرعه في المكان من قبل مجموعه عاوزه تحقق بعض الاهداف الخاصه. فالرقم 1 بيقول له انت كده بدات تفكر صح، وعلى الارجح هو ده السبب اللي خلى العملاء يجيبونا ويستاجرونا في المكان، عاوزين يجمعوا اكبر قدر من المعلومات عن المعلم سابي، فهو ممكن يكون اخطر بكتير مما توقعنا. بس ده على غير المتوقع بيبدا يضحك على الرقم 1، بيقول كل ده ملهوش اي 60 لازمه، فمهما كانت قوته مش هتقدر تعمل معانا اي حاجه، مش هيقدر يكشف تقنيات التخفي الخاصه بأسر ظل الشبح. فالرقم 1 بيقول لهم خلاص يلا بينا نبدا في المهمه بتاعتنا. وعلى الجانب الآخر بنشوف سابي واقف في مكان جميل جدا مع أحد الحكام، واقف يتكلم معاه وبيقول له أنا سمعت عنك كلام كتير جدا يا سابي في الأكاديمية، وكل اللي سمعته عنك كان مفاجأة بالنسبة لي حرفيا، بس الأهم دلوقتي أنا عاوز أعرف إذا كنت كويس وبخير ولا لأ. فأنا عرفت إن في كتير من الأشخاص بيدوروا وراك وعاوزين يعرفوا عنك كل حاجة. فسابي بيقول له إن الغيرة والحسد دايما على طول بيكونوا على الأبطال طول الطريق، فعلشان كده مش عايزك تقلق عليا ولا أي حاجة. فالراجل ده بيقول له اللقاء المصيري أكيد كان كويس جدا بالنسبة لك، محدش كان مصدق إن أنت تتغير بالطريقة المذهلة دي يا سابي، بس بعد ما فكرت في الموضوع كتير عرفت ان كل حاجة بدأت من اخر معركة دخلت فيها في اللقاء المصيري. فانا وقتها كنت مصدوم ومش مصدق كل حاجة، حتى انا شخصيا فكرت ان كل اللي حصل ده كان حادثة مبالغ فيها بس مش اكتر. وفي اليوم ده لو خسرت انت في المعركة من غير ما تقدم اي حاجة، نائب الاكاديمية كان هيحاول التخلص منك بكل وسيلة. فسابي بيبدأ يتكلم مع نفسه وبيقول في حقيقة الموضوع انا تم طردي من قبل ما اعود بالزمن، في الوقت اللي ما كنتش قادر استخدم الطاقة السحرية الداخلية او السحر، تم هزيمتي شر هزيمة في النزال ده، بس قبل ما ارجع بالزمن سلبوا مني رتبة المدرب المساعد واجبروني على العمل الشاق في كل يوم، وفي نهاية الموضوع ما قدرتش اتحمل القسوة والمعاملة اللي كانوا بيعاملوني بيها، فعلى طول هربت من الأكاديمية كلها، تجولت في المكان بلا اي هدف، ومع انعدام الخيارات قدامي اصبحت محارب مرافق في وكالة نقل. ورغم ان انا ما كنتش بقدر استخدم الطاقة الداخلية، سعيت بكل جهد وكل الطاقة اللي عندي علشان اقدر اتدرب تدريبات جسدية وفنون الرمح، قدرت انقذ نفسي من مواقف لا تعد ولا تحصى من كل حاجة حصلت معايا، وفي شوية سنين بسيطة أصبحت محارب مرافق من الدرجة الأولى. قضيت أكتر من 10 سنين على الوضع ده، زرت خلالهم كل ركن من السهول الوسطى، بنيت شبكة واسعة من المعارف والمعلومات، وفي يوم من الأيام رجعت لأكاديمية ينبوع التنين. كل ده كان بدافع الحنين مش أكتر. وفي الليلة دي بالتحديد بوابة الشياطين اتفتحت في قلب السماء، العالم كله بدأ يتدمر وأنا مش عارف أتصرف. في الوقت ده سابي بيكون متعصب جدا وبيرمي الحجر اللي في إيده، بيبدأ يتحرك
من المكان والمعلم بيقول له على فين؟ انت رميت الحجر اللي في ايدك ليه وليه متعصب كده؟ فسابي على طول بيتحجج له باي حاجه وبيسيبه ويمشي من المكان كله. بعد ما بيمشي من المكان بنلاقي 2 من ظل الشبح كانوا بيراقبوه اصلا. الرقم 7 بيكون مخبوط في عينه وبيطلع ان الحجر اللي رماه سابي من شويه ده جه في وشه وقدر يصيبه فعلا. الرقم 7 بيقول له هو انت متوقع ان هو يكون كشف مكاننا علشان كده ضربني بالحجاره؟ ولكن التاني بيرد عليه وبيقول له لا لا مستحيل، هو لو قدر يكشفنا فعلا ما كانش هيتعامل بالطريقه الهاديه دي ويسيبنا كده ويمشي على طول من المكان. فكل اللي حصل معاه كان حظ بس مش اكتر. وكمان ده بيتعصب اكتر وبيرد على الرقم 7 وبيقول له ثواني بس، هو انت كده بتشك في تقنيات التخفي اللي احنا بنستخدمها في قصر ظل الشبح؟ بقى موضوع تافه زي ده يخليك تفكر بالطريقه دي؟ فالرقم 7 بيبان عليه الخوف والتوتر في نفس الوقت، بيقول له لا لا انا مش بفكر بالطريقه دي، انا واثق جدا في مهاره التخفي اللي احنا اتعلمناها. بعدها بقى بنرجع للأكاديمية من جديد، وبالأخص مع سابي لما بيرجع للسكن بتاعه بيبدأ يتكلم مع نفسه شوية وبيقول تم تأمين المتدرب يون وتان في الأكاديمية، وبكده هدف المرحلة الأولى بعد عودتي بالزمن تم بنجاح. ودلوقتي جه دور المرحلة التانية علشان خاطر أحضرها في المكان، ولو أنا الذاكرة ما خانتنيش ولا أي حاجة فالمفروض هي تكون موجودة في الوقت ده بالتحديد. في نفس اللحظة الباب بيبدأ يخبط والباب بيتفتح. يون ساعتها بيدخل للمكان وبيقول له أنت بتتصرف بطريقة غريبة جدا، بتتصرف كأنك كنت عارف إن أنا خلاص هدخل دلوقتي. فالمعلم سابي بيقول له انا عارف كل حاجه، انا كنت حاسس ان انت بدات تشعر بالقلق شويه. فالواد بيكون مستغرب كده ومش مصدق عيونه ولا ودانه اصلا، هو ازاي عرف ان انا جاي لحد عنده وهتكلم معاه؟ فالمعلم سابي بيقول له سيبك من كل الكلام الفارغ ده، اهم حاجه دلوقتي عرفني انت ليه جيت لي المكان، عاوز تعرف ايه بالظبط يا يون؟ الواد بيكون مستغرب كده ومش عارف يرد عليه، فهو كل ده مش مستوعب ازاي هو عارف كل حاجه وازاي عارف ان هو جاي لحد عنده كمان. بس برغم كل ده بيبدا يتكلم مع المعلم سابي، بيقول له انا عاوز اعرف ايه اللي حصل بالظبط في النزال الاخير. فالطالب تان قدر يهزمني شر هزيمه، قدر يعرف كل التحركات بتاعتي، لا وكمان كل الحركات الاساسيه لاسلوب تنين السماء القاطع الاسامي. انا فكرت في بدايه المعركه ان كل ده كان مجرد حظ بس مش اكتر، او ممكن يكون بسبب التدريب لمده اسبوع كامل تحت ايدك، ولكن لما فكرت في الموضوع بشكل كويس عرفت ان كل ده ما كانش حظ، لا مستحيل دي تكون ردود افعال ناتجه في نفس الوقت واللحظه. فكان ظاهر على تان في الوقت ده ان هو عارف كل الحركات، عارف مسارات اسلوب استخدام السيف كلها. فالشخص اللي قدر يعلمه كل اساليب العشيره بتاعت الفريده دي وبالاخص تنين السماء القاطع الاسامي هو اكيد انت بكل تاكيد يا معلم سابي. بس ثواني برضو انا مش مستوعب حاجه انت دلوقتي عملتها، ازاي شخص غريب يكون زي حالاتك ويعرف كل الاساليب الخاصه بالعشيره القتاليه بتاعتي؟ انا مش فاهم اي حاجه، انت لازم تفهمني دلوقتي. فسابي بيضحك كده وبيقول له مين يعرف، ما الفنون القتاليه اصلا بتاع العشيره بتاعكم مشهوره جدا بين فنون القتال في جميع المملكه. فيون ساعتها بيرد عليه وبيقول له كفايه هزار بقى لحد كده، انت عارف ان كل ده مستحيل يكون مجرد معرفه سطحيه، ولا انت كنت فاكر ان انا هكون غبي ومش هعرف اميز كل حاجه بتحصل من حواليا؟ بيرد عليه المعلم سابي بيقول له انت فعلا المفروض كنت تلاحظ كل حاجه، ولو ما قدرتش تعمل كده كنت هحس بخيبه امل كبيره جدا اتجاهك يا يون. بس برضو انا عاوزك تكبر دماغك من كل ده، انا عاوزك دلوقتي تصارحني وتقول لي الحقيقه، هو انت فعلا عاوز تكون التلميذ بتاعي؟ فالواد بيتصدم كده ومش عارف يرد عليه وبيقول له انت قصدك ايه بالظبط؟ في وقتها المعلم بيرد عليه بيقول له انا عارف انت جيت ليه لحد هنا، انت عايز تتاكد لو انا عارف نقاط ضعف تنين السماء القاطع الاسامي صح ولا غلط يا معلم؟ الواد بياخد صدمه اكبر ومصدوم وعيونه مبرقه مش عارف يرد عليه يقول له ايه بالظبط. بس المعلم بيكمل من تاني وبيعرفه ان التقنيه دي كمان تم اتقانها من مئات السنين وتم توريثها خلال العشيره كاسلوب فريد في استخدام السيف، سيف تنين السماء القاطع الاسامي. فهي مش مهاره عاديه، لا هو احد اساليب السيوف الاعظم على مر التاريخ، بيمتاز بقوه تدمير هائله ومسارات السيف بتتغير باستمرار وما فيهوش اي ثغره كمان. انا عارف ان انت بتتعلم الاسلوب ده من وانت لسه طفل صغير، وبفضل عبقريتك وحكمتك قدرت تتعلم كل حاجه، قدرت بشكل كامل تتعلم تنين السماء القاطع الاسامي. فهو مش فن قتالي لا يقهر، لكن انت كوارث لعشيره يون العظيمه مش هتقدر تعترف بكده، لا. فالواد بيتعصب كده وبيقول له ثواني، هو انت بتحتقر فنون العشيره القتاليه بتاعتي؟ انت الظاهر كده مش واعي للكلام اللي انت بتقوله. فالمعلم بيقول له احسبها زي ما تحسبها، بس سيبني اكمل كلامي لحد النهايه. وفي المستقبل القريب يا يون هيجي يوم من الايام وهنشوف الناس اللي بيقدسوا فنون القتال وضيف عليهم الشرف والنبل والسمعه هيصبحوا بلا اي معنى حرفيا. فكل ده بالنسبه لك مش هيكون ليه اي 60 لازمه. انا عاوزك تفكر في حاجه واحده بس، لازم تطور قوتك، دمر اي حاجه تيجي في طريقك بدون اي تردد يا يون.
وبعد ما بيقول له كده الواد بيفضل واقف زي ما هو مصدوم، بس المعلم بيكمل وبيقول له خلاص كفايه لحد كده، احنا بعدين هيكون عندنا وقت كبير جدا علشان اعرفك كل حاجه، هنتكلم في الوقت ده مع بعضينا وهتفهم كل حاجه بالتفصيل، اما دلوقتي فانا عاوزك تعمل كل حاجه تيجي في خيالك، اتبع غرائزك وابدا تدريبات على طول. فيوم بيقول له خلاص كده نقدر نقول ان الموضوع خلص لحد دلوقتي. فالمعلم سابي بيقول له خلاص تمام قشطه، بيمسك كمان حاجه في ايده كده والظاهر انه عاوز يرميها زي الحجاره قبل كده، وبيقول له لا لا ما تقلقش من اي حاجه يا يون، انا حاسس ان في ضفدع بره مزعج فعلشان كده عاوز اضربه. اما في الوقت الحالي بنشوف مجموعه ظل الشبح من جديد، وبيطلعوا ان هم بيراقبوا رئيس جناح استشفاء الجسد والذي يدعى جيم بايك، فهو كان طبيب شغال في اكاديميه ينبوع التنين، ولكن قبل 5 سنين من دلوقتي اصبح مسؤول عن جناح استشفاء الجسد اللي ملهوش اي علاج، ورغم كفاءته كطبيب لكنه برضه تعلم الفنون القتاليه، بس برضه ما عندوش اي ميزه تميزه كمقاتل. بيكملوا كلامهم من تاني وبيقولوا كده احنا عرفنا كل حاجه بخصوص المعلم سابي، فهو ملهوش اي علاقه بيه نهائيا، هو الظاهر كده ان هو مجرد طبيب بس مش اكتر. بس برضه في حاجه غريبه جدا، الماضي بتاعه اللي ما فيهوش اي حاجه ولا اي مشاكل بيدل على حاجه غريبه جدا. بس في وقتها القائد رقم 1 بيبص للرقم 7 وبيقول له انت مالك وشك متخرشم كده ليه يا معلم؟ بيبداوا يعرفوه على اللي حصل معاهم، وبيقول له ان الرقم 7 اخد حجره في وشه من المعلم سابي، وبعدها بشويه خد حته الخشبه. الظاهر كده ان المعلم سابي عرف ان هم بيراقبوه. بيكمل ساعتها الرقم 1 وبيقول له هو انت متاكد ان انت لسه ما اتكشفتش لحد دلوقتي؟ فاللي بيحصل دلوقتي ده مستحيل يكون بالصدفه. فبيرد عليه وبيعرفه انه ما كانش فيه اي حاجه تدل ان هم اتكشفوا اصلا، بس كل ما بقعد مع نفسي وافكر في الموضوع اكتر واكتر بحس ان هم كشفوني وعرفوا عني كل حاجه. بس بيرد عليه الرقم 1 من جديد بيقول له انا مش عايزك تشك في نفسك ولا بتقنيات التخفي اللي انت اتعلمتها. الظاهر كده ان المعلم سابي عنده عاده سيئه برمي الحجاره او الخشب او اي حاجه، بس انا عاوزك تستحمل وتكبر دماغك من اي حاجه هتحصل معاك، وانا عاجلا ام اجلا هجيب لك الحق لحد عندك يا معلم. الواد بيسمع الكلام كده وبيقول له خلاص ماشي، بس بيكون متعصب جدا، بيقسم ان هو هينتقم من المعلم سابي، بيقول له انا هقطع راسك وهخلص عليك يا خوف اللي هو اللي قلت لك على كل الكلام اللي بتقوله ده. بيكملوا ساعتها كلام مع بعض وبيقول له الرقم 7 خلاص اهدى شويه يا عمنا، انت مش خايف لا يسمعك من تاني ويطلع يرمي علينا اي حاجه؟ وبالفعل مش بيعدي وقت كتير بيلاقي المعلم سابي خارج عليهم من جوه، بيبدا يتمشى ناحيه المكان اللي هم مستخبيين فيه، واول ما بيوصل لهناك بيحس ان في حاجه غريبه، بس على كل حال بيقول الظاهر كده ان انا تقلت في شرب الشاي. لا وكمان المعلم سابي بيجيب براد الشاي وبيبدا يصب عليه يا ابن اللعيبه، بيكشفهم هما الاثنين وبيبدا يتكلم معاهم، بيقول لهم مش عاوزين كوبايتين شاي ولا ايه يا رجاله؟ وعلى طول الرقم 7 بينطلق عليه وبيهجم عليه بكل سرعته. بس انت تفتكر ان المعلم سابي هيتهز بحركه خايبه زي دي؟ لا والله، ده بيصد الهجوم ولا كأن اي حاجه حصلت، بيمد ايده بيمسكه من وشه وبوم ضربه قويه جدا بيلزقه في الارض. يا ابن اللعيبه بيضحك كده وبيقول لهم قصر ظل الشبح انتوا خلاص نهايتكم قربت على ايدي، بيرميه في الارض وبيقف يضحك عليه، بيقول لهم هي دي اخره اللي يتدخل في حاجه ما تخصوش، يا مرحب بيكم في اكاديميه نبع التنين. الرقم 5 بيتعصب جدا وبيكون عاوز يهجم عليه، لكن فجأة من ورا المعلم سابي بيظهر القائد رقم 1 بيقول له اقف مكانك يا رقم 5، وعلى طول بيبدأ يتكلم مع المعلم سابي بيقول له انا متفاجئ جدا انت قدرت تكشف المهارات الخاصة بتاع التخفي بتاعتنا. سابي في الوقت ده بيبص له بنظرة ثاقبة بيقول له امال انت كنت مفكر ايه يعني؟ هو انا اي حد؟ انا المعلم سابي، وانت اكيد زعيم الكحانين اللي ملهمش اي لازمة دول، ولكن انا مستغرب دلوقتي لحاجة، هو من الطبيعي تكشف هويتك الحقيقية قصاد الهدف بتاعك؟ فالمعلم رقم 1 بيتعصب جدا بيقول له ايه السؤال السخيف اللي ملهوش لازمه ده؟ بس يلا جاوب على السؤال بتاعي، هو انا لو قتلتك دلوقتي وخلصت عليك ايه المشكله اللي ممكن تحصل؟ فالسبب بيضحك كده وبيقول له هو انت واثق من كلامك؟ هو انت مش عاوز تعرف ازاي عرفت ان انتوا موجودين في المكان كلكم؟ بس ده بكل ثقه بيقول له لا لا مش لازم، احنا كده كده هنعرف في اقرب وقت ممكن، اما دلوقتي هنبدا بقطع اطرافك واحد تلو الاخر. على طول بينطلق عليه بكل سرعته، سابي واقف مكانه مش بيتحرك بكل ثقه، قوه المانا بتخرج منه بسرعه رهيبه جدا، بيقدر يصد كل الضربات ومفيش اي حاجه بتاثر فيه. بس الزعيم رقم 1 مش بيقف لحد هنا، لا ده بيكمل عليه ضربات يمين في شمال، سرعته من عالم اخر، ولكن سابي بيقدر يصد كل الضربات بكل سهوله. بيفكر مع نفسه بيقول ان سرعته رهيبه جدا، لكنه بيفتكر لقوه التدمير الهائله. بس برضه انا لازم اعترف بحاجه مهمه جدا، سرعته من عالم اخر زي ما بيقولوا، فكل التقنيات اللي هو بيستخدمها دلوقتي لو اصابت اي هدف قدامي بتخليه يفارق الحياه، وبالاخص كمان الطاقه اللي مشحونه في السيف دلوقتي
سابي مفيش اي حاجز يقدر يقف قصاده، لا حتى انا كمان مش هقدر اصد كل الضربات بقوه المانا اللي عندي. وايوه هو شبهه بالظبط زي ما توقعت. ايه ده، هو قصده على مين بالظبط؟ فوقتها بيكون صد الضربه والزعيم رقم واحد بيرجع لورا، بيقول الموضوع غريب جدا، انا مش قادر احدد الاسلوب اللي انت بتستخدمه دلوقتي، ولكن القوه وفنون القتال اللي انت بتستخدمهم دلوقتي مختلفين تماما عن القوه الارثوذكسيه. مش من الطبيعي لا ان انت تلاقي القوه دي بالصدفه، وكمان ما تحاولش ان انت تقنعني ان هي قوه شيطانيه. فالمعلم سابي بيبدا يرد عليه، بيقول له هو انت شايف ان هي يعني فنون شيطانيه؟ فزي ما انت عارف الطائفه الشيطانيه وقعت من سنين كتيره قوي، والمؤكد دلوقتي ان انا ماليش اي علاقه بالفنون الشيطانيه، لا. وعلشان ما حيركش اكتر من كده، انا برضو القوه اللي بستخدمها دلوقتي مش فنون تقليديه برضو. فالزعيم رقم واحد بيرد عليه، بيقول انا كنت متاكد من حاجه زي كده، فانت مش شخص هنقدر نخلص عليه بالسهوله دي. فجاه بيظهر منه قوه مدمره بتملى المكان حرفيا. بيكمل وبيقول له انا ما عنديش اي ضغينه باتجاهك انت، ولكن انا هخلص عليك وهدمرك من الوجود نهائيا. بيستخدم قوه قصر ظل الشبح بكامل قوتها، وبيقول له كل اللي بعمله دلوقتي علشان خاطر قصر ظل الشبح. وعلى طول بينطلق بسرعه رهيبه جدا، وسابي مش قادر يحطط مكانه. الواد بيستخدم قوه الخطوه المدمره للارواح، وبنعرف ان هي تقنيه حركه حصريه بتدمر اي اثر للمستخدم، بتخلي الخصم اللي قدامه واقف مشتت ومش عارف يعمل اي حاجه، وكل ده بسبب سرعتها اللانهائيه. وفي لحظة الارتباك بينقض على سابي بيقدر يقطع دراعه. صح كان يا جماعة، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الزعيم رقم واحد مش بيقف لحد هنا، لا ده بيبدأ يستخدم وميض روح الشبح، وسابي في الوقت ده مصدوم ولسه ما استوعبش اللي حصل، مش مستوعب ازاي دراعه اتقطع اصلا. لا وكمان الزعيم رقم واحد مكمل عليه بالهجوم. بس انت لو تفتكر ان سابي يكون حصل فيه كده تكون غلطان يا صاحبي. فجأة الواد بيستخدم كل قوته، بيقول له ابلع يلا. ده بيطلع مستخدم تقنية الوهم. الزعيم رقم واحد مصدوم ومش مصدق اللي بيحصل قدامه. فجأة سابي بيظهر من وراه، بوم ضربة قوية جدا بتلزقه في الأرض. كل رجال الزعيم رقم واحد مصدومين ومش مصدقين اللي بيحصل، بيقولوا ايه اللي بيحصل بالظبط. بس سابي مش بيقف لحد هنا، لا ده فجأة بيستخدم تقنية البحث من عيونه. بيبدأ يكلم اللي قدامه، بيقول انا شايفك بوضوح دلوقتي كالنهار بالظبط، اما في الوقت الحالي يلا بينا نبدأ نعمل محادثة اعمق من كده. فالواد حرفيا بيكون مصدوم ومش مصدق اللي بيحصل هو كمان، وبيقول له زعيم قصر ظل الشبح، بس لا ده زعيم طائفة الأصل. وبنعرف ان طائفة الأصل دي يا معلم طائفة غامضة كالأشباح في عالم جيانغو هو، وما ظهرتش في يوم من الأيام في أي حدث رسمي. محدش يعرف إذا كانت هي طائفة إرثوذكسية ولا ملهاش أي علاقة بيها، وأهدافها الحقيقية وطبيعتها محاطة بالغموض تماما. بل الموضوع كمان وصل لدرجة مجنونة حرفيا، وقبل عقود من الزمن حصلت مذبحة كبيرة جدا قدروا يخلصوا فيها على جميع أقارب الدم المباشرين للقائد، بما فيهم القائد نفسه كمان. محدش قدر من عالم جينغهوا يعرف أي حاجة. اللي ولد وتربى في طائفة الأصل وفضل وافي ليها طول العمر حتى النهاية هو بس الوحيد اللي كان بيعرف الحقيقة. والناس اللي قدروا ينجوا من تلك المأساة بدأوا يظهروا للعالم باسم جديد ويدعى قصر ظل الشبح. اوبا كده بدأنا نفهم كل حاجة يا معلم. ودلوقتي بنعرف ان قصر ظل الشبح بدأ يجمعوا كل المعلومات الممكنة عبر جينغهوا، واصبحوا دلوقتي منظمة مرتزقة من الدرجة الأولى، بينفذوا أي مهمة قذرة ومهما كانت خطيرة بكل أنواعها، ولكن كل ده بهدف واحد بس، إعادة إحياء الطائفة الأصل الساقطة. وهي دي المهمة اللي انت بتتكلم عنها بالظبط. الواد بيكون مرمي في الارض ومش مصدق الكلام اللي بيسمعه، بيقول مستحيل، ده التاريخ الحقيقي للطائفة بتاعتنا سري لأبعد الحدود، محدش يعرف اي حاجة عنه، وكمان ده ما تصرفش ولو مرة واحدة بس طول العقود اللي فاتت. وسابي بيكمل كلامه وبيقول انا هكون معاك صريح في كل حاجة، نفذ مهمتين بس، انا عاوزك تنفذ امرين هكلفك بيهم، وهدي لك كمان كل المعلومات اللي انت تحتاجها، وبالاخص الحاجة اللي انت كنت بتطاردها طول الوقت اللي فات. فالواد بيكون مرمي على الارض وتعصب جدا، بيقول له ازاي تكلمني بالطريقه دي وكمان تأمرني؟ فاحنا قدلنا 20 سنه موجودين في السهول الوسطى بندور في كل مكان على بصيص من الامل بس، وكل ده علشان خاطر المهمه اللي احنا بنبحث عنها، وانت جاي دلوقتي بكل سذاجه وبتقول هعرفكم كل حاجه. هو انت تعرف ايه علشان خاطر تتكلم معايا؟ ولكن الواد فجاه بياخد صدمه عمره حرفيا، وده لما بيلاقي سابي بيتكلم وبيخرج علامه من على ايده، بيقول له انت بتدور على دم طائفه الاصل، وبشكل اصح عن كده هي سلسله نادره بتقدر من خلالها ترث فنون طائفه الاصل بالكامل، وكمان بتعرفهم لما بتلاقي وشم خاص موجود على الايد اليسرى.
الواد في باله بقى بيقول ايه ده كل الكلام اللي بيقوله دلوقتي صح وما غلطش في اي حاجه، فهو ده جوهر نهضه الطائفه الخاصه بينا، وهو السبب الحقيقي اللي خلانا ننتقل من مكان للتاني طول السنين والعقود اللي فاتت. ولكن برضو الغريب في الموضوع ان حتى في قصر ظل الشبح عدد قليل جدا اللي يعرف السبب ده، فازاي اصلا هو عارف كل حاجه؟ لا وكمان ده عارفها بادق التفاصيل. بس برضو كفايه لحد دلوقتي الكلام اللي انا بفكر فيه ده، انا لازم دلوقتي اختار، جه الوقت علشان اختار واشوف انا هعمل ايه بالظبط. وسابي هو كمان بيرد عليه بيقول له يا تقبل الطلب اللي انا طلبته وتعرف كل المعلومات، او ممكن تفضل بقيه حياتك تطارد الاوهام اللي ملهاش اي 60 لازمه، او الحل الثالث ان احنا نكمل المعركه بيناتنا احنا الاثنين. واللي بقى انت هتختار ايه بالظبط؟ الواد بيكون متردد ومش عارف يختار ايه بالظبط، سبب يفضل واقف ومستني منه اي اجابه. وفجاه الواد بيقوم يكلمه بيقول له خلاص انا هوافق على المهمه اللي انت قلت عليها، ولكن لو اكتشفت في يوم من الايام ان انت بتخدعنا انا مش هتردد ولو لحظه بس ان انا اخلص عليك واشرب من دمك. في الوقت ده سبب يضحك وبيبتسم ابتسامه شريره جدا وبيقول له خلاص دلوقتي انا هكلفك باول مهمه ليك يا زعيم رقم واحد. وبعد فترة من الوقت وتحت ضوء القمر الأزرق بنروح لمكان غريب، بنشوف الناس مقتولة ومرمية في كل مكان، بنشوف كمان إن اللي بيقتل وبيخلص عليهم هي واحدة ست كمان ماسكة الزعيم بتاع القرية وخلاص هتخلص عليه نهائيا. بتبدأ تتكلم معاه وبنعرف إن الراجل ده هو نائب زعيم عصابة العقرب الأسود شيطان القبضة المدمرة والذي يدعى دكشيون. الراجل بيكون مصدوم جدا، والبنت دي بتبدأ تتكلم معاه كمان، بتقول له إن قبل شهر من دلوقتي أنت هجمت مكان وخلصت على كل الناس اللي موجودة فيه، قتلت ودمرت كل حاجة كانت بتيجي في طريقك، وكمان انت ما استكفتش بكده، حتى الأطفال والنساء ما رحمتهمش أبدا. ولو بتسأل عن سبب كل اللي بيحصل دلوقتي معاك فأحب أقول لك إن كل الناجين من المكان اللي انت دمرته هم اللي أمروني أقتلك وأخلص عليك. ساعتها الراجل ده بيكون مصدوم جدا، بيقول ازاي أنا مش قادر أجمع كل قوتي الداخلية؟ هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ ده كمان الطاقة الداخلية اللي عندي بتختفي واحدة واحدة، كل اللي بيحصل ده غير منطقي تماما. فبيحاول يخوف البنت اللي موجودة، بيقول لها هو انت مش خايفه من اللي هيحصل لك؟ فانا نائب زعيم العقرب الاسود. ولسه هيكمل لكن بيلاقي اللي بترفع السيف وخلاص هتقتله، بتقول له خلاص انت صدعتنا، انت قلت الكلمتين دول قبل كده، وعلى طول بتنزل عليه بالضربه القاضيه تخلص عليه وتقتله. ارتاحت خلاص منه، وبعد ما خلصت وخلاص هتمشي من المكان فجاه بتلاقي حمامه جايه عليها من قلب الشباك. الحمامه دي اول ما بتوصل عندها كمان بتديها رساله بالمهمه الجديده بتاعتها، ولما بتفتح الرساله وبتشوف المحتوى اللي جواها بيكون مكتوب جواها مدرب من اكاديميه ينبوع التنين والذي يدعى سابي. ايوه زي ما توقعت يا صاحبي، هو بطل قصتنا النهارده، والبنت دي هي اللي هتتكلف بمهمه التخلص منه. بعدها بنرجع لنبع التنين من جديد، بنشوف كل الطلاب بيتدربوا مع المعلم سابي، بيعلمهم وبيقول لهم على الاوضاع الصحيحه علشان خاطر يطوروا من قوتهم، بس ده مش بيرحمهم نهائيا، ده بيضاعف التمارين علشان خاطر يتعلموا في اسرع وقت ممكن، واللي بيشوفه بيغلط او بيعمل اي حاجه غلط على طول بيعلموا الادب حرفيا. بس فجاه واحد من الطلاب اللي موجودين بيقول له ثواني بس، هو انت ليه مركز معانا احنا وسايب الطالب ده واقف هناك لوحديه؟ ولما بنروح ناحيته بنعرف ان هو الطالب يون. على طول المعلم سابي بيقول له ما تركزش معاه، فهو عنده مهمه كبيره جدا، هو لازم يجمع الطاقه الداخليه اللي عنده، وهو كمان ماشي بشكل كويس فما ينفعش نشتته او نعمل معاه اي حاجه دلوقتي. بس الطلاب بيتغاظوا طبعا، بيقولوا هو بيعمل ايه؟ احنا مش بنعمله، ده واقف مش بيعمل اي حاجه. في نفسه بقى المعلم بيبدا يتكلم، بيقول كويس جدا يا يون، انا مش عاوزك تفضل مركز على تقنيات السيف الاصليه للتنين الاسامي القاطع للسماء، اختار لنفسك فن المبارزه اللي هيكون الافضل بالنسبه لك، وكل ده هيساعد موهبتك الفطريه، هيخليها توصل لاعلى مستوى حرفيا. وبعد ما بيخلص المعلم سابي تفكير مع نفسه بيروح على طول للطالب تاني، بيقول له هو انت خلصت تدوير القوه الداخليه مع نفسك ولا لسه؟ لكن ده بيقول له لسه، انا بكون قلقان طول الوقت ومش بعرف اعمل اي حاجه. بس المعلم بيقول له مفيش اي حل قدامك دلوقتي، لازم تجمع اكبر قدر كافي من القوه الداخليه، مش هينفع تتهرب من التمارين دي الا في حاله واحده بس، لو انت كنت بتخفي اكسير نادر ولا حاجه وانا ما اعرفش. فجاه الواد بيتوتر وبيقول له لا انا مش معايا اي حاجه وما اعرفش اصلا. فالمعلم بيقول له خلاص طالما ما فيش اي حاجه استمر في تدوير القوه الداخليه، ما تعملش اي حاجه غير التدريب والاكل والنوم بس مش اكتر. فالواد بيسمع الكلمتين وبيقول له خلاص مفهوم، انا فهمت كل حاجه خلاص. المعلم سابي بيبدأ يمشي من المكان وبيفكر مع نفسه، بيقول الظاهر كده ان هو حاسس بضغط رهيب، فهو عارف ومتأكد ان السبب الوحيد اللي خلاه يفوز على يون في المعركة هي الحيل اللي انا استخدمتها معاه في قلب المعركة، مفيش اي مفر من كده، فهي من الاساس مشكلة مش هنقدر نحلها بالطريقة السهلة. وفوق كل ده عندي موضوع مهم جدا لازم نتعامل معاه في اسرع وقت ممكن. وهو ماشي كمان بيبدأ يفتكر زعيم النينجا لما امر بالمهمة، بيقول ان عدى 10 ايام من اخر مرة اتكلمنا ولحد دلوقتي مفيش اي تواصل او اتصال
اتصال حصل، فانا مش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط، ولو ما فيش اي اتصال او تواصل حصل الفتره اللي جايه فكل ده هيعطل الخطه بتاعتي اللي انا بنفذها. ساعتها بقى فجاه بيلاقي واحد بينادي عليه يا معلم سابي، فالمعلم بيبص عليه كده وهو متضايق جدا، بيلاقي اللي بيقول له ان عدى فتره كبيره جدا من اخر مره شفتك فيها، بس انت باين عليك ان انت مش مبسوط ان انت شفتني، انت ليه غيرت ملامحك فجاه لما شفتني اول مره؟ فالمعلم بيقول له انا مشغول جدا مع الفصل اللي انا بدربه وانت جاي تزعجني في مكان الشغل بتاعي. فالراجل ده بيرد عليه وبيقول له مشغول ازاي يعني؟ انا شايفك عمال تتحرك يمين في شمال من الصبح وما عملتش اي حاجه. ساعتها الراجل ده بيبدا يفتكر اللي حصل في الجبل وبيقول لولا ان انا شفت كل اللي حصل بعينيا ما كنتش اصدق اي حاجه تتحكي لي ابدا، ما كنتش اصدق ان الشخص الضعيف اللي واقف قدامي ده هو السبب في كل حاجه حصلت. بس على اي حال برضه بيقول له انت لازم تروح دلوقتي حالا للقاعه الرئيسيه، فنائب مدير الاكاديميه السيد تشون عاوز يقابلك دلوقتي في اسرع وقت ممكن. وبالفعل المعلم سابي مش بيضيع وقت كتير، بيروح على طول لنائب الرئيس. نائب المدير هو كمان بيبدا يتكلم، بيقول له يا راجل عدى وقت كبير من اخر مره شفتك فيها، عرفني الدنيا ماشيه معاك دلوقتي في الفصل الجديد. فسابي بابتسامه كده عريضه بيقول له كل حاجه زي الفل و100 10، ما تقلقش من اي حاجه، انا قادر على تدريب الطلاب اللي عندهم موهبه جباره، وكل ده بيخليني اشعر بكوني مدرب كبير جدا كل يوم عن اللي قبله، وكل ده بيرجع لفضلك انت اللي انشأت صف مليء بالطلاب المتميزين. فنائب المدير بيقول له كويس جدا، كويس ان انت فاكر افضالي وكل حاجه انا بعملها معاك، انا متاكد كمان ان انت بتنفذ عملك على اكمل وجه، لكن برضه زي ما انت عارف احنا في اكاديميه ينبوع التنين بنتبع التحالف الارثوذكسي، ولانك اصبحت مدرب كبير رغم قله خبرتك فالتحالف عنده بعض المخاوف باتجاهك انت يا معلم سابي. فالمعلم سابي بيقول له هو التحالف الارثوذكسي مهتم بواحد زي انا؟ الظاهر كده ان في حاجه وانا مش عارفها. بس لسه هيكمل كلام، فنائب الرئيس بيقول له خليك محترم واتكلم بطريقه كويسه. واثناء ما هما بيتكلموا بيلاقي اللي داخل عليهم المكتب، ونائب المدير بيكمل وبيقول انا اسف جدا على كل حاجه هقولها دلوقتي، بس انت لازم تكون عارف ان التحالف ده بعت محقق مخصص علشان يبحث في الموضوع بتاعك. وساعتها بتوصل المحققه في المكان، وايوه يا جماعه زي ما توقعتوا هي نفس البنت اللي كانت بتخلص على مجموعه الرجاله من شويه، وبنعرف ان هي اسمها ماي سيولان. بتقول له كمان ان تم ارسالي من قسم التحقيق التابع للتحالف الارثوذكسي. سابي بيكون واقف مصدوم ومش مصدق اي حاجه بتحصل قدامه. بنرجع من جديد لنائب المدير، بيقول له ان المحققه ماي سيولان هي مقاتله صاعده في التحالف الارثوذكي، مقاتله موهوبه وصلت الى مرحله الذروه في عمر غير مسبوق. وللسبب ده يا معلم سابي انا مش عاوزك تتصرف باي طريقه متهوره، لازم تنفذ عملك كمدرب كبير كما ينبغي، لازم تحرص كمان ان انت ما تقدمش اي اساءه للمعلمه. فسابي طبعا بيسمع الكلمتين دول وبيقول له طبعا ما تقلقش يا راجل من الكلام ده، انا ههتم بيها كويس قوي. وطبعا يا صاحبي انت عارف هو يهتم بيها ازاي. بعدها بنروح للمعلم سابي وزعيم النينجا رقم 1. المعلم سابي بيتكلم معاه، بيقول له هو انت تعرف سالبة الارواح العذراء السماوية؟ فالراجل بيتعجب كده وبيستغرب جدا، بيقول له العذراء السماوية سالبة الارواح؟ انا مش فاهم دلوقتي انت ليه بتذكر اسمها فجأة، لكني بكل تأكيد عارفها، فهي قاتلة مأجورة شغالة بشكل منفرد، مش تابعة لأي جهة من الجهات، حتى كمان ما عندهاش اي اصدقاء، واشتهرت ان هي ما خسرتش اي مهمة قبل كده، لكني برضه ما قابلتهاش شخصيا، ولكن كل ضحاياها بنلاقيهم بعد سلب الارواح. ويقال برضو ان هي فائقة الجمال. بس بكلامك ده برضو استنتج ان المهمة الجديدة هي قتل العذراء السماوية. فسابي بيبتسم ابتسامة شريرة جدا، بيقول له لا ما فيش اي حاجة من الكلام ده، كل اللي انا عاوزه هنا دلوقتي هي استدعاء العذراء السماوية، لازم تكون موجودة في اكاديمية ينبوع التنين. فالواد بيتصدم كده وبيقول له هو انت بتقول ايه بالظبط؟ فسابي بيقول له ايوه زي ما سمعت، لازم تقول لنائب المدير الكلام ده، لازم تقول له ان في ظرف طارئ موجود في المكان، لازم تخليه يستدعيها باي شكل ممكن. وبالفعل الزعيم رقم 1 بيروح لنائب المدير، ولما بيقول له على كل حاجه بيتعصب جدا، بيقول له هو انت بتقول ايه بالظبط؟ بعد كل الوقت والفلوس اللي اتدفعت الفتره اللي فاتت جاي وتقول لي الكلمتين دول؟ بس الزعيم رقم 1 بيقول له انا اسف جدا، انا مش هقدر اعمل اي حاجه لوحديه، فالموضوع اللي حصل اللي هيخلينا نستدعيها طارئ جدا، وكمان مش عاوزك تشيل هم الفلوس ولا اي حاجه من الكلام ده، انا هدفع اجر المهمه بالنيابه عنك. بعد ما بيخلص الزعيم رقم 1 مع نائب الرئيس بيتكلم مع سابي من جديد، بيقول له كل الكلام اللي انت قلته ده حلو جدا، بس انا مش فاهم حاجه بسيطه، انا مش فاهم ليه انت لازم تجيبها المكان ده بالظبط، فزي ما عرفتك ان هي قاتله ما عندهاش الرحمه، ومهما انت يا سابي كنت قوي باي شكل من الاشكال هتلاقي طريقه وتخلص عليك وتقتلك. فسابي بيقول له ايه يا عم انت، هو انت خايف عليا ولا ايه بالظبط؟ فالزعيم التاني كده بيقول له لا يا عم مفيش اي حاجه من الكلام ده، انت لما مت قبل ما تعرفني الكلام اللي انت قلت لي عليه فانا هكون في ورطه كبيره جدا. فسابي ساعتها بيقتنع وبيقول له عندك حق فعلا،
فهي امرأة شديدة الخطورة، وهو ده السبب اللي خلاني محتاجها معايا في المكان هنا. هو المعلم سامي بيخطط على ايه بالظبط؟ بعدها بنروح لمكان غريب، مملكة الشياطين. المكان بيتدمر والشياطين نازلين قتل في بعضهم بكل قوتهم، دمر يمين وشمال ومحدش فاهم اي حاجة. ولكن بناخد بالنا ان اللي موجود حاليا هو المعلم سابي في عالم الشياطين قبل الانتقال لعالم البشر. بيستخدم الالقاء المزدوج، بيجمع كل قوته بوم ضربة قوية جدا، مدفع الفراغ ورعد العقاب، كلها هجمات متتالية نازلة عليهم بكل قوته. بس برغم كل القوة اللي بيستخدمها دلوقتي، الا ان قوته مش بتعمل اي حاجة. ملك الشياطين بيبدأ يتكلم معاه، بيقول له هو انت كده خلصت؟ هي دي كل القوة اللي عندك مش كده؟ فالواد بيكون مصدوم جدا ومش مصدق اللي بيسمعه. ازاي هو لحد دلوقتي لسه عايش؟ ملك الشياطين بيخرج من تحت الارض، قوته مشتعلة بطريقة لا تصدق حرفيا. الواد بيبدأ يتكلم في نفسه، بيقول انا استخدمت تعاويذ من المستوى الثامن على التوالي، ومع كل ده ما اتصابش بأي ضرر ولا اي حاجة حصلت له. فملك الشياطين بيرد عليه بيقول له انت لازم تطور من قوتك، كافح اكتر من كده، ولو ما عملتش كده فقول على نفسك يا رحمن يا رحيم هتموت دلوقتي حالا. بس فجأة سابي بيستخدم كل قوته، بيقول له اسكت بقى انت صدعتني، مش عايز اسمع صوتك مرة تانية. وده بيجمع كل قوته، بيستخدم الانفجار الذري، بوم ضربة قوية جدا على ملك الشياطين. بس تفتكر ان هي هتقضي عليه؟ لا والله، ملك الشياطين يصدها بكل سهولة. الواد بيكون مصدوم ومش مصدق اللي بيحصل، بيقول تعويذة تدمير متطرفة من الدائرة التاسعة، بس برغم قوتها دي اختفت وما عملتش اي حاجة، مجرد ما لمسها بس مش اكتر. بس ثواني بس، كل اللي حصل ده ما كانش اختفاء للضربة القوية دي حاجة انا مش قادر استوعبها لحد دلوقتي. وفجأة بيلاقي الهجوم بيترد عليه من جديد، على طول بيعمل درع سحر قدامه علشان يصد الضربة، بيحاول يصدها والواد بيكون مصدوم ومش مصدق برضه ازاي كل ده بيحصل، هو مش فاهم اي حاجة. بس قبل ما يخلص فجأة بيلاقي نفسه بيصحى من النوم وهو مصدوم، بيتكلم وبيقول بغض النظر عن عدد المرات اللي انا بحلم بيها بالكابوس ده، لكنها ذكرى مرعبة حرفيا لسه علقة في دماغي. ومع كل ده فعلى الاقل برضه لحد دلوقتي الظاهر ان انا اجتزت اصعب مرحلة موجودة لحد دلوقتي. فبعد ما رجعت مرة تانية كانت سرعة تحديد موقع ماي سولان وتأمينها واحدة من اعلى الاولويات في الخطة كلها. المشكلة برغم اهميتها ان انا ما كنتش اعرف اي حاجة عن مكانها بالظبط، ولكن لحسن الحظ منظمة ظل الشبح تحركوا زي الخطة بالظبط. بس في حاجة مهمة في المستقبل هتحصل لازم اركز عليها، حتى دان ويون الاتنين هيكونوا اقوى مقاتلين في العالم كله، ولكن برغم قوتهم دي مش هيقدروا يوصلوا ابدا من قدرات ماي سولان. اما دلوقتي الشيء الوحيد اللي انا لازم اهتم بيه ولسه هيكمل، فجأة بيلاقي الطلاب كلهم ملمومين وبيبصوا على حاجة احنا مش عارفينها. ولما المعلم بيقرب عليهم وبيشوف اللي بيحصل، بيلاقي المعلمة ماي سولان موجودة في التدريبات ماسكة السيف وعمالة تتدرب بيه يمين في شمال. قوتها وجمالها لافتين انتباه اي حد موجود في المكان، بس دي مش بتهتم وبتكمل تدريبات زي ما هي. في الوقت ده بتلاحظ وجود المعلم سابي حاضر في المكان، بتقول له صباح الخير ايها المعلم سابي. فالمعلم سابي على طول بيروح يقرب منها، هي بتعتذر له بتقول له انا اسفه جدا، انا صحيت الصبح وكنت زهقانه فقلت اما اتدرب شويه كده، انا اسفه لو ازعجتك شويه. فالمعلم سابي بيقول لها لا ما حصلش اي حاجه، اتدربي زي ما انت عاوزه في اي وقت كمان، فمهاراتك بالسيف كانت حلوه جدا وعجبتني كمان. فالبنت بترد عليه وبتقول له كويس ان انت جيت، اصلا انا كنت بدور عليك من بدري وكنت هجيلك كمان. فسابي بيقول لها هتدوري عليا انا؟ طيب هو ايه اللي حصل؟ فبتقول له ايوه بالظبط كنت هدور عليك، لو مش ممانع ولا في اي سبب انا عاوزه امشي انا وانت شويه نتكلم. فالمعلم بيستغرب كده وبيحاول يفكر ايه اللي هيحصل بالظبط، بس برغم كل ده بيقول لها بكل سرور يلا بينا نتحرك. وبالفعل بيتحركوا هما الاتنين سوا، والسبب بيبدا يفتح معاها الكلام، بيقول لها انت مهاراتك رائعه جدا في المبارزه زي ما توقعت بالظبط من عضوه في التحالف الارثوذكسي. فهي بتشكره وبتقول له شكرا جدا، كلامك ده محرج بالنسبه لي لان في اساتذه كبار جدا عندهم قوه اقوى من اللي عندي حاليا. فسابي ساعتها بياخد باله ان هي بتتلاعب بالكلام، بيقول برغم ان هي محققه في التحالف الارثوذكسي وشخصيه مهمه في التحالف ده بسبب قوتها المدمره، لكنها بتخفي هويتها بالكامل. وقبل ما يكمل تفكير مع نفسه بيلاقي اللي بتوجه له الكلام على طول، بتقول له ايها المدرب انت الشخص الوحيد اللي يستحق الاعجاب هنا في المكان. فسابي ساعتها بيستغرب وبيقول لها انت بتقول ايه بالظبط؟ فدي بتكمل وبتقول له مؤخرا سمعت ان انت فزت في مبارزه علنيه بضربه واحده بس، وحتى ان لوحدك كمان قدرت تهزم تحالف الغابه الخضراء سيء السمعه، فالظاهر كده ان انت تستحق اللقب ده بدون اي منازع. انا ما استحقش اللقب ده، انت اللي تستحق بكل تاكيد. سابي ساعتها بيتاكد ان هي بحثت عنه في كل مكان، عرفت كل المعلومات اللازمه عنه، بس ده بيرد لها الكلام على طول، بيقول لها كل اللي حصل ده كان مجرد حظ بس مش اكتر، فانا صادفت لقاء مصيري في الفتره الاخيره، فما فيش اي حاجه حصلت يستحق التباهي بيها حرفيا. انا ما اظنش لا الكلام ده حصل.
فالمتدربين بيقولوا غير الكلام ده كله، فبرغم ان طريقتك قاسية مع كل الطلاب في الفترة الأخيرة لكنك بتساعدهم في كل المشاكل الخاصة اللي بيهم، مش بتميز بيناتهم ولا بتميز أي حد على التاني، وانت كده مدرب يحتذي بيه حرفيا. فساعتها سابي بيستغرب جدا، بيقول لها فعلا هم قالوا لك كده، الظاهر كده ان هم أطفال جيدين جدا. بس ساعتها البنت سولان بتكمل وبتقول له زيد على كده كمان، الإيدين اللي واقفة قدامي حاليا، شكل التقرحات والعضلات اللي موجودة في إيدك حاليا دي بتدل ان انت هديلك فترة كبيرة بتتدرب كل يوم، أكتر من 5 أو 10 سنين مواظب على التدريبات بشكل مستمر. فالتمزق والعروق اللي بتحصل معاك والشفاء اللي بيحصل كل يوم هو الحاجة الوحيدة اللي يقدر يصنع ايد زي اللي موجودة عندك حاليا. بتنادي عليه ساعتها وبتقول له ايها المدرب سابي، انت اللي يجب ان تفتخر بنفسك، مش بسبب لقاء مصيري، لا، لان انت فعلا مقاتل عظيم. سابي ساعتها كده بيبص لايده ومش عارف يقول ايه بالظبط. البنت سولان هي كمان مستنية اي كلمة منه وبتبدأ تتكلم كمان وبتقول له لو الذاكرة ما خانتنيش فعلا فانت لحد دلوقتي ما قلتش اي تفاصيل عن اللقاء العجيب او المصيري، ولما فيش اي مانع يعني يا ريت تعرفني اي تفاصيل او اي حاجه عنه. فسابي ساعتها بيقول ان مفيش اي خيار قدامي حاليا، وساعتها بيقول لها انا هكون صريح معاكي في كل حاجه، والحقيقه اللي لازم تعرفيها دلوقتي ان القوه دي ما جاتش من لقاء مصيري، لا، وما كانتش حاجه اساسيه انا كنت عاوزها من الاساس، والسبب الوحيد اللي خلاني اقول طول الوقت ان هو لقاء مصيري هو ان مفيش اي طريقه تانية اقدر اشرح بيها كل اللي حصل معايا. وعلى طول بيقول طائفه الارواح الشيطانيه دي اول ما بتسمع كده عيونها بتبرق مش مصدقه، وده بيكمل وبيقول لها يا محققه هو انت سمعتي عن جماعه تدعى طائفه الارواح الشيطانيه قبل كده؟ انا عاوزك تعرفي ان السؤال ده عن الفتره الاخيره بس مش اكتر. بس ده قبل ما يكمل كلمه بيلاقي اللي بتمسكه من هدومه، بتقول له هو انت مين بالظبط؟ ازاي عرفت الاسم ده؟ يلا قول لي دلوقتي على كل حاجه. سابي ساعتها بيكون مصدوم ومش عارف يتكلم، بيتاكد ساعتها ان هو وقع في الفخ ومش هيعرف يخرج منه. اوبا، يا ترى المعلم سابي هيخرج منها بسلام ولا البنت دي هتوقع بيه وتعرف كل حاجه؟ وعلشان نعرف يا صاحبي اصل طائفة الشياطين بالظبط بنرجع حبتين 3 بالزمن شوية لورا. قبل ما يبدأ غزو الشياطين بزمن طويل كانت موجودة طائفة تدعى طائفة الشيطان السماوي، وعرفت بعد كده باسم الطائفة الشيطانية، وكانت عبارة عن قوة هائلة لا يستهان بيها ابدا، وكانوا بيتبعوا شخصية تدعى الشيطان السماوي، بيتبعوا فلسفته في القتال وكل حاجة بيعملها، وفوق كل ده قوتهم ازدادت بشكل ملحوظ جدا، واعتبرهم التحالف الارثوذكي تهديد لكل البشرية، واعلن في النهايه ان الطائفه الشيطانيه دي هي العدو العلني للموريم كله، وبالطريقه دي اندلعت اعظم حرب شهدها تاريخ الموريم. وعلشان تكون مركز معايا اكتر يا صاحبي كل ده كان قبل الغزو الشيطاني، عاوزك تركز معايا كده وتصحصح لكل كلمه بقولها. بنكمل بقى وبنتاكد ان من اللحظه دي ولدت الحرب الكبرى بين طوائف الارثوذكسي والطائفه الشيطانيه. مات عدد لا يحصى من اساتذه الفنون القتاليه، اتقتلوا كلهم في المعارك قصاد الطائفه الشيطانيه، ولكن في نهايه الامر انتهت الحرب بإبادة الطائفة الشيطانية، انتصر التحالف الأرثوذكي، ومن الوقت ده انتشر الأمن والسلام بين جميع البشر، وتأكدوا إن السلام انتشر في عالم الموريم هو كمان، وعلى الأقل هو ده اللي فكروا كل الناس، لكن الحقيقة مختلفة تماما. فاللي اتبقوا من الطائفة الشيطانية هم اللي قدروا ينجوا من الحرب اللي حصلت المرة اللي فاتت، رجعوا يتحركوا من جديد تحت اسم جديد وأطلق عليهم طائفة الروح الشيطانية، وحتى التحالف الأرثوذكسي لسه ما يعرفش أي حاجة عن الكلام ده، ولكن هستثني منهم الناس اللي قدروا يتواصلوا معاهم وجها لوجه. بنرجع بقى لأرض الواقع من جديد. لسه البنت سولان ماسكة المعلم سابي زي ما هو، بتقول له انت قول لي ايه هي علاقتك بطائفة الروح الشيطانية. بس سابي فجأة ملامحوش بتتغير، بيقول لها هو ايه اللي حصل بالظبط؟ انا مش فاهم انت ليه بتتصرفي بالطريقة دي، انا مش فاهم كمان ايه اللي انت بتتكلمي عنه بالظبط، سيبيني بس سيبيني وهشرح لك كل حاجة بالتفصيل. ساعتها سولان بتاخد بالها ان هي افورت حبتين، فبتقول له انا اسفة جدا، انا انفعلت اكتر من اللازم، يا رب تسامحني على كل اللي حصل. فسابي بيقول لها انا بخير وكل حاجة، ولكن الاهم دلوقتي الظاهر ان من ردة فعلك كده لما سمعت الاسم ان انت تعرفي حاجات كتيرة جدا عن الطائفة الشيطانية، صح ولا ايه بالظبط؟ فسولان ساعتها بتتردد كده ان هي تتكلم، لكنها في نهاية الامر بتقرر تعرفه على كل حاجة. بتقول له ان طائفة الروح الشيطانية اللي انت قلتها دلوقتي تعتبر حاجة مهمة جدا بالنسبة لي، علشان كده عرفني كل حاجة تعرفها عن الطائفة دي بصدق، ما تخبيش عني اي حاجة. ازاي عرفت الطائفة دي كمان بالتحديد؟ ساعتها الواد سابي كده بيبتسم، بيتأكد ان هي خلاص وقعت في الفخ، فبيلف كده
بيقول لها نعم ايتها المحققة، انا هعرفك كل حاجة بكل تأكيد. بيقول لها ان كل حاجة بدأت بعد تعييني رسميا كمدرب مساعد. كنت في الوقت ده حزين جدا لان انا مش بقدر استخدم الطاقة الداخلية، وكان الوقت متأخر من الليل وعمال امشي في الأكاديمية من بره، ولكن فجأة تم اختطافي وانا مش واخد بالي. فدي بتقول له اختطاف؟ فبيقول لها ايوه، انا ساعتها ما كنتش قادر حتى اقاوم اللي بيحصل معايا، لكنني فاكر كل حاجة بوضوح. الشخص اللي انا شفته لما وعي رجع من تاني كنت مجرد نبتة يابسة تنتظر الموت، لكن من الآن فصاعد ستفخر بكونك جزء من نهضة عظيمة. ايوه هو ده اللي قاله لي الراجل ده في الوقت ده، كان شكله مرعب جدا واطلق على نفسه لقب الباحث الشيطاني. البنت بتكون سامعة الكلام ومصدومة، بتتضايق جدا في نفس الوقت، بس سابي بيكمل وبيقول من بعدها بدأ يعذبني بشكل مستمر، كان بيجرب عليا ابشع التجارب، اجبرني على ابتلاع سموم مجهولة المصدر، قعدت تشريح اعضائي الداخلية مرارا وتكرارا، وبعد كده وفي احد الايام استيقظت ولقيت نفسي مرمي في مخبأ عندهم، وبدل من الطاقة الداخلية اكتسبت القدرة على استخدام الطاقة الأساسية الفطرية. فدي بتقول الطاقة الأساسية الفطرية يبقى ده بيدل على حاجة واحدة بس. فسابي بيقول لها ايوه بالظبط، دي حاجة كمان ما نقدرش نسميها بنعمة. وبنعرف كمان ان استخدام الطاقة الأساسية الفطرية بيدل على حاجة صعبة جدا، ان هو لو استخدمها تستنزف قوة حياته. فسولان بتقول له بصراحة يعني كده من الصعب ان انا اصدق حاجة زي كده. فالسبب بيرد عليها بكل حزم، بيقول لها طيب ازاي واحد زيي بدون اي طاقة داخلية هيقدر يستخدم قوة زي دي دلوقتي؟ تقدري كمان تتحققي من النبض الداخلي اللي عندي كمان. وانا عارف ان رغم كلامي الظاهر كده ان هو مش منطقي، فالسبب بيفكر مع نفسه بيقول انا عارف ان كلامي مش منطقي نهائيا، لكنها برضو ما عندهاش اي خيار غير ان هي تصدق بس مش اكتر. وحتى لو ظهر جزء الطاقة الاساسية الفطرية اللي عندي مختلف، فمعلوماتي عن طائفة الروح الشيطانية تتطابق مع التجارب الخاصة بيها، فانا بفكر ان هو ده الوقت المناسب لتوضيح النقطة الرئيسية. وعلى طول بيقول لها لو انت مش مصدقاني برضو فايه رايك ان انت تشوفي المكان بنفسك، المكان اللي تم تعذيبي فيه واجراء تجارب عليا، المكان اللي اترميت فيه زي الكلب حرفيا. فانا لما استيقظت بعد السبات العظيم ما كانش فيه اي حد موجود، لكن برضو اتوقع ان في دلائل هتكون موجودة في المكان تقدر تفيدك. بيبدا يبتسم سابي ابتسامة شريرة جدا، بيقول لها المكان بعيد جدا، فمن المستحيل ان احنا نقدر نوصل للمكان النهارده، ولكن لو وافقتي احنا نقدر نخرج من الاكاديمية النهارده بالليل عادي. وبعد ما بتمشي من المكان سابي بيبدأ يتكلم مع نفسه، بيقول طبعا كل ده كذب في كذب مالوش اي 60 لازمة، فانا اصلا ما قابلتش الطائفة الشيطانية في يوم من الايام في حياتي السابقة، وقوتي ملهاش اي علاقة بالطاقة الاساسية الفطرية، قوتي هي السحر. ايوه كل كلمة قلتها من شوية كانت عبارة عن كذب مش اكتر، كذب قدرت اصنعها دلوقتي علشان خاطر استغلها احسن استغلال. وبيبدأ يفتكر المعلم سابي تجارب كانت بتحصل معاه في العالم الاخر، بيبدأ يفتكر التجارب الشيطانية والشياطين اللي كانوا بيعملوا عليه كل حاجة. ساعتها الشياطين بيكونوا مستغربين للحالة اللي عنده، بيقولوا في البداية ظهرت عليه أعراض حادة لرفض المانع، ولكن المفاجأة إن هو بدأ يتكيف تدريجيا معاها. زيد على كده كمان إن بياناته تفوقت على كل العينات البشرية من الأبعاد الأخرى. فساعتها الشياطين بيكونوا منبهرين جدا، بيقولوا في بعضه الأصلي كان من أضعف الناس، وبالكاد يعتبر شخص ملوش أي 60 لازمة. والرئيس ساعتها بيأمرهم إن هم يرفعوا قوة السحر اللي عنده تدريجيا، لكنهم برضه ما يقتلهوش، بيأكد عليهم فعلا وبيسيبهم ويمشي على طول. بعد كده بنلاقي سابي رجع لعالم البشر من جديد، مرمي في الارض لا حول ليه ولا اي قوه، باين عليه التعب الشديد والناس بتجري عليه علشان خاطر تلحقه. واثناء ما هو تعبان ومش قادر يتكلم بيلاقي اللي داخل عليه في المكان، بتقول انا كنت متاكده ان انت هتموت النهارده، لكن بالصدفه انت رجعت للحياه من تاني. فده بيبتسم وبيقول لها هو الموضوع كده يعني، الظاهر ان هي الصدفه حلوه قوي، انا كنت مفكرك الضحيه اللي جايه، وبنعرف ان هي دي ماي سيولان، ولكن طبعا يا صاحبي زي ما انت ما سمعت كل الكلام ده في بعد تاني. ساعتها سولان بتكلمه بتقول له ان الظاهر كده ان حياتك مش هتنتهي دلوقتي يا سابي. بنرجع بعد كده للبعد الاصلي مع المعلم سابي، واللي واقف يفكر مع نفسه في حاجه احنا لسه مش عارفينها، ولكن فجاه بينادي على واحد وبيقول له يلا اخرج دلوقتي، وبيمسك صخره في ايده وخلاص هيضربها عليه، لكن ده بيطلع بيقول له خلاص خلاص يا عم انت استنى، هو انت هتعمل ايه بالظبط؟ فسابي بيقول له يا عم ما انا قلت لك اخرج من بدري، لو خرجت ما كانش كل ده حصل، ولا انت فاكر ان انا ما كنتش عارف ان هم سابوك علشان تنقل الاخبار؟ فساعتها الواد بيقول له تبا ليك يا اخي، هو انت ازاي كده مركز معانا وعرفت بوجودي في المكان؟ وبنعرف ان هو ده الظل رقم 9. ساعتها المعلم سابي بيرمي له لفافه في ايده، فالرقم 7 بيقول له هو ايه ده بالظبط؟ فاول ما بيفتحها بيعرف ان هي الصفحه الاولى لخريطه توضيح موقع دقيق، واما الثانيه دي فبتحتوي على التعليمات الجديده للمهمه اللي هيعملها. وبيعرفوا كمان ان هو كهف غريب بيبان عليه من بره كانه مجرد جدار صخري، ولكن بمجرد الدخول وبيأمره بيقول له بمجرد دخولك للمكان ابدا برسم الرموز اللي موجوده في الصفحه الثانيه على الجدران على طول، وعلى الارجح
صحيح انت مش هتفهم معنى الكتابه، بس ده مش هيكون مهم برضه، انت ارسم اكبر عدد ممكن بحلول الفجر. الرقم 7 فجاه بيرفع ايده وبيقول له لحظه واحده بس، هو انت عاوزني فعلا اعمل كل ده؟ فبيقول له ايوه، امال مين يعني؟ فبيقول له ثواني بس يا عم، وليه برضه انا اللي المفروض اعمل كل ده؟ فالسابي بيتعصب جدا ووشه بيكرمش حرفيا، فده على طول بيخاف وبيطلع يجري على طول. واثناء ما هو بيجري السابي بيقول له خلص كل حاجه لحد النهار ما يطلع. وبعد ما بيمشي بيكمل كلام مع نفسه، بيقول صحيح انا عارف ان هي خطه مرتجله في الوقت الحالي، لكن كل ده لا باس بيه طالما ان هي مش مشبوهه لاثاره الشك، فهتفي بالغرض بكل تاكيد. اما دلوقتي فكل اللي اتبقى عليا ان انا همشي كل حاجه خطوه بخطوه زي ما انا خططت من الاول. بعدها بنسيب المعلم سابي بنروح لنائب المدير واللي بيتكلم مع سولان، بيقول له يلا عرفيني اخبار التحقيقات وصلت لحد فين ايتها العذراء السماويه، يلا عرفيني على كل حاجه بالتفصيل. بس دي بتقول له خلاص يا عم ناديني بسولان وخلاص، اللقب السخيف اللي انت بتنادي بيه طول الوقت ده مش بحبه ابدا. فنائب المدير بيقول لها خلاص فهمت كل حاجه انا اسف، يلا دلوقتي عرفيني ازاي الامور ماشيه والتحقيقات وصلت لحد فين، وصلت لحد اللقاء المصيري ولا لسه؟ فدي بتبدا تفتكر كل حاجه من ساعه ما اتكلم المعلم سابي وايه هو اللقاء المصيري وازاي حصل على القوه بتاعته، لكنها في نهايه الامر بتقول له لا لا مفيش اي حاجه، مفيش اي شيء ملموس لحد دلوقتي، الظاهر كده ان الموضوع هياخد وقت كتير جدا لحد ما نعرف كل حاجه. فنائب المدير بيقول لها مش مشكله، اهم حاجه ان انت تركزي وتجمعي المعلومات بشكل كويس جدا. فالمعلم سابي اكيد مخبي حاجه بدون اي شك، فمؤخرا تصرفاته كانت غريبه جدا، ولو اتضح ان هو جاسوس تابع لتنظيم مريب فده ممكن يشكل تهديد كارثي على التحالف الارثوذكسي. بس سولان بترد عليه بتقول انا كل ده مش بيهمني، ما يهمنيش ان كان تابع لطائفه الارثوذكسيه او لا، ولكن برضو علشان خاطر اكون واضحه معاك اكتر من كده. ولسه هتكمل بس المدير بيقطعها بيقول لها انت تكلمي عن ايه بالظبط؟ بس بيلاقي اللي اتعصبت جدا وطلعت الخنجر وخبطت بيه، وبتقول له لو اتضح ان هو مخبي حاجه مريبه او بيدعم اي انشطه خطيره فانا هكون مهتمه بالتخلص منه على الفور، صح ولا ايه بالظبط يا نائب المدير؟ فده بيقول لها بالظبط كل الكلام اللي انت قلتيه دلوقتي تمام وما فيهوش اي شك. يا نهار ابيض، يا ترى يا معلم سابي ايه اللي هيحصل معاك بالظبط؟ هل سولان هتكتشف ان انت بتحور عليها وتخلص عليك، ولا انت هتقدر تنفذ خطتك بنجاح؟ ولحد هنا يا صاحبي بيخلص فيديو النهارده، فيا ترى المعلم سابي هيتصرف ازاي؟ وهل النينجا رقم 7 هيقدر ينفذ المهمه فعلا، ولا هيقع في الفخ بتاع الكهف وخلاص كده كل حاجه هتبوظ؟ ويا ترى برضه نائب المدير هيسكت بعد كل اللي حصل، ولا هيفضل مكمل مع البنت اللي اسمها سولان ويشوف الموضوع؟ كل دي تساؤلات هنعرف اجابتها في الحلقه اللي جايه يا صاحبي، فانزل اشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، اعمل لايك ودعمني يا صاحبي علشان افضل مستمر معاك، واهم حاجه ما تنساش تقول رايك في الكومنتات، ولو عندك اقتراح باي منهوه جديده يا ريت تكتب لي برضه يا معلم. ويلا اشوفك على خير وفي امان الله، سلام.